انا حظي كويس في الكوره، انا بشتغل مع اكتر ناس عملوا حاجات كويسه في مصر. الحمد لله دي كانت فرصه بالنسبه لي عظيمه جدا اشتغل مع رياضي زي احمد جندي. في الرياضه نادر لما تشتغل مع ناس عندهم اخلاص وديفوشن لهدف واحد. ايه الفرق بين الطب الرياضي وطب العظام؟ دكاتره عظام قليلين جدا 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 اللي يقدروا يحكموا بشكل دقيق على اصابات العضلات. لا هو مش للرياضيين بس، هو الطبيعي ان الانسان العادي بيعمل نشاط يومي. هو ليه اللعيبه بتسافر تعمل عملياتها بره؟ بس هي البروسيس مش الجراحه بس. حاجه اسمها فيفا سنترز اوف اكسلنس، واخده اعتماد من الفيفا ان المكان ده بيعالج الرياضيين على اعلى مستوى. لو انا عندي حارس مرمى عنده خلع في الكتف بشكل معين، لو انا دخلت عملت له عمليه عشان الكتف ده ما يخلعش تاني، هو مش هيقف جون تاني. لازم الناس تفهم كده مبدئيا ان هو هيعمل عمليه لازم يعمل علاج طبيعي بعدها. ده مش من نوع العمليات انك هتعمله وتنزل تلعب. جو جوميز خد 2 صليبي ورجع بيلعب تاني. فان دايك رباط صليبي ورجع بيلعب تاني. في ناس عايزه يا دوبك ترجع تدي تفرد رجليها وترجع تعيش حياتها بشكل طبيعي، اوعدهم ان ده مش هيحصل. والشباب الصغيرين في الجيم لازم يبقوا فاهمين ان هو انا مش هيبقى عندي 16 سنه واخش على البار واقعد اعمل ديد ليفتس واقعد اعمل ويت ليفتنج. منورين معانا في حلقة جديدة من هيلين بودكاست، وانا احمد عساكر. موضوعنا النهاردة هيبقى عن تقريبا بإمارة العصر، يعني فإن احنا بنتقدم نبقى أحسن، ولكن الوضع دلوقتي إن أسلوب حياتنا بقى مخلي كلنا عندنا مشاكل في العظام. الناس تحت 40 سنة والكل بيشتكي من ظهره، الركب بايظة، كتفنا مش عارف حصل لها ايه، قاعد على الكمبيوتر على طول الدنيا بايظة. فعشان نفهم أكتر الموضوع ده، معانا النهاردة خبير كبير في الموضوع ده، الدكتور محمد أبو العلا. تقريبا كلكم عارفينه، وجه إعلامي جميل جدا. بس النهارده هنتكلم عن الطب، فأهلا بحضرتك يا دكتور معانا النهارده. اهلا يا احمد، ازيك؟ الحمد لله. أنا عايزك مبدئيا الناس عارفاك، بس عرف الناس بيك تاني. عبد الله الفقير. يعني اسمي محمد ابو العلا. بشتغل استشاري جراحه عظام وطب رياضي، وفي فرق كبير قوي بين العظام والطب الرياضي هبقى اقوله لك بعد شويه. يا ريت. انا بدات شغل 2010. بدات شغل على طول مع العظام وانا نايب. كنت بشتغل في الرياضه مع دكتور مصطفى منيري، علمني بصراحه حاجات كتير جدا وانا صغير. بس وخدت بقى التراك، خدت كل الشهادات اللي ينفع اخدها عشان اشتغل في الطب الرياضي وفي العظام. بس يعني simply enough. يعني في النص بقى ممكن نبقى نقول ايه اللي حصل. طيب يعني بجد ما شاء الله حضرتك زي ما تقول خلصت المنهج في الطب الرياضي. وده ساعات كتير اكلمك، معلش انا في دورة مش عارف ايه بقى في البلد الفلانية عشان نعمل كذا، لحد ما ليك فترة طويلة. احنا اعتقد شهر 6 اللي فات احتفلنا ب 100 سنة ليك مع المنتخب الوطني لكرة 100 القدم. ماتش 100 ماتش 100 ماتش مع المنتخب الوطني. الرحلة دي بقى بدأت ازاي بص، هو المنهج ما بيخلصش. اوكي. المنهج ما بيخلصش، بس يعني بحاول على قد ما اقدر ابقى ابديتد. في حاجات كتير جدا. اساتذتنا زمان يعني في الكليه قالوا لنا ان الكراسي الكبيره لسه فاضيه. يعني في سبيشاليتيز وتخصصات في مصر ما كانش في حد مركز عليها. مركز عليها ومتمكن منها قوي. انا فاكر الجمله دي كان دكتور علي حسيب ربنا يديه الصحه قالها، رنت في ودننا يعني وفضلت في دماغي لحد وانا بشتغل. يعني ابتديت اخد تخصص واشتغل. بلس ان انا اصلا كنت بلعب كوره في نادي معادي، وكنت مايندد جدا بالموضوع ده. كان عندي اخ اصغر مني بيلعب في مستوى اعلى شويه، بيلعب في الاهلي. فكان جات له اصابه في الضمه، في العضله الضمه. وكلمه العضله الضمه دي هو اصلا في الوقت ده كل الناس تعرفه كده، عضله الضمه الخلفيه الاماميه وخلاص. يعني السمانه هم دول الاربع اصابات اللي بيجوا لعيب الكوره، صح. مفيش اصابات تانية. انا فاكر احنا في النادي معادي كان يعني في منتج معين كده، برودكت معين كده، سبراي. هي الازازه دي بتعدي علينا كلنا، اللي عنده بقى سمانه، اللي عنده ضمه، اللي عنده اماميه، هو بيرش منها خلاص وبنلعب. طلع ان اصلا يعني ميديكال ده غلط اصلا، بس يعني خلاص هو ده اللي كان متوفر في وقتنا ده. فانا كان عندي الباشن اصلا، انا بحب الكوره وبحب العب كوره وكنت عارف ان الحته دي دايما لاكينج، الحته دي دايما فيها مشكله. حتى دكاتره العلاج الطبيعي اللي كانوا متوفرين وقتها ما عندهمش النولج الكافي يعني ان هو يقدر يعمل لك حاجه. لحد ما وانا في امتياز يمكن في اول امتياز وبتاع الكوره، وحصل لي اصابه عضليه، حصل لي تمزق. فدورت على مين؟ دكتور مصطفى منيري ساعتها. فرحت له، طبعا لقيت ابروتش مختلف خالص الموضوع. راجل عمل لي اكزامينيشن، فحص، عمل لي الترا ساوند. قال لي انت عندك الترسانت في العظام. بقى في الطب الرياضي حقيقه اكتر يعني. هو دلوقتي الالترا ساوند دي شويه شغل في العظام
بس هو مينلي يعني كان معمول عشان السبورتس ميديسن، يعني عشان الطب الرياضي. فقال لي لا ده انت عندك تمزق من الدرجه الثانيه في العضله الخلفيه ومحتاج تعمل كذا وتعمل علاج طبيعي. فابتديت اتردد انا على دكتور مصطفى، وابتديت انا، هو كان بالنسبه لي يعني ايدول، هو الموديل يعني. فبعد شويه هو عرض قال لي ايه رايك، انا شايفك يعني الباشن بتاعتك كويسه، وايه رايك تبتدي تشتغل معايا؟ فطبعا كان بالنسبه لي حلم يعني. ممتاز. بس وابتديت بقى اخد التراك خطوه 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 لحد ما وصلت اللي انا فيه. فهو المنهج ما بيخلصش. ابتديت بقى ادور على اروح اتعلم الترا ساوند في حته. فرحت انجلترا الاول اوبزرفر عشان ما كانش ينفع اخد كورس، ما كانش معايا GMC يعني. وبعد شويه خدت كورس، وبعد شويه الحمد لله جبت الناس اللي خدت معاهم الكورس في انجلترا جبتهم هنا نعلم ناس. كنت وانا بشتغل في الكوره عارف ان الفيلد بتاع الطوارئ ده احنا كده كده، عشان في العظام برضه خدنا الادفانس تروما لايف سبورت. فقلت ما هو انا هحتاج الحاجات دي في شغلي. فابتديت رحت خدتها تاني ال ATLS. وبعدين بعد شويه دورت على حاجه سبيسيفيك اكتر، حاجه للكوره اكتر. فرحت خدت في الاتحاد الانجليزي في الافي الدوره اللي بياخدها كل الدكاتره عشان يقدروا يشتغلوا سايد لاين، يقدروا يشتغلوا مع فرق يعني. والحمد لله بعد شويه ربنا وفقني وجبت الناس دول برضه، علمنا الدكاتره المصريين الحاجات دي كلها. بلس الحاجات اللي هو الطبيعيه، الترك الطبيعي بتاع الناس. احنا الناس في العالم كله بيتعلموا عن طريق كورسز. يروح ياخد كورس الاول مثلا في الارثروسكوبي في المناظير، وبعدين يبقى كادافيرك على يعني الكادافيرز دي حاجات احنا بنقدر نستخدمها كاننا بنعمل في البني ادمين. وبعد اوكي. شويه بالظبط. فاخدت كورسز وكورسز كادافيرك. وبعد كده ابتديت اشتغل مع الوقت يعني. طبعا اكيد عندي اساتذه ناس في العظام علمتني كتير. ف هي ده التراك اللي الواحد يقدر يتعلم بيه. بعد شويه الحمد لله لما انا بقالي 9 سنين مع المنتخب، داخل في ال10 ان شاء الله. ما شاء الله. فالوقت ده بيسمح لك ان علاقاتك تتطور. فبقيت عارف ايه مثلا اكبر مؤتمر بتاع سبورتس ميديسن او بتاع فوتبول ميديسن بيتعمل في العالم. فبقيت لازم ابقى موجود كل سنه عشان تكيب النتورك دي، وتعرف الناس بتفكر في ايه والناس بتجدد في ايه. عشان ما تبقاش انت قاعد هنا في جزر منعزله، تبقى انت قاعد هنا في امان الله بتعمل اللي انت بتعرف تعمله، والناس بتعمل حاجات تانية خالص. وبعدين اصل الريسيرش شغال، الابحاث شغاله وبتتجدد كل سنه. فاللي كان سنه 2017 بيتقال عليه ان هو ملوش ايفيدنس كبير، السنه دي بقى ليه ايفيدنس كبير جدا. فلو احنا بقى مش على علم بالتطور ده، هنفضل نعمل اللي احنا بنعمله كل يوم، هنقول ده وهتفضل مش الجاب مثبت تبعد، هتفضل الجاب تبعد. فعشان كده انا على طول بحاول ابقى يعني بحاول اسافر، بحاول اشوف اي حاجه جديده اقدر اعملها بعملها، اي حاجه اقدر اتعلمها بتعلمها. بحاسس ان انا لو وقفت الموضوع ده هبطل شغل. التعليم مش كده؟ طبعا. انت اتكلمت على المؤتمرات وان هي بالنسبه لك مهمه انك بتتعلم فيها وتبقى ابديتد بالحاجه الجديده، في حين ان ساعات المؤتمرات دي اتقال دي السبوه بتاعت الدكاتره، طالع عشان يروح يتفسح ويرجع. بس اصلا بشوف كده، بشوف دكاتره بيطلعوا، وكنت اشوف دكاتره يقول لا انا بطلع مؤتمر كذا وكذا عشان دول اللي بتعلم منهم حاجه معينه. فانا اللي فاهمه من اللي انت بتقول ان انت دلوقتي بتطلع مؤتمرات معينه تعرف معلومات جديده، وكمان تدور على مين اللي بيدرب فيها بقى وتروح تاخد التدريب بعدها. بص هو في حاجه في المؤتمرات اسمها ميت اند ورك ايت. شوبس او هاند اون. ميت اند ايت. ميتا. ميت اند ايت. ميت اند هيت. يعني الميتنجز الحاجات دي، ان في ناس فعلا بتبقى طالعه على اساس ان ده يعني رحله. تغيير وانا بشوف ان في ناس ممكن يبقى يعني ما بحكمش على حد وما بنظرش على حد. انا كمحمد انا بدفع فلوس الحاجات دي كلها، محدش بيدفعها لي. فبالتالي انا بدفعها عشان انا رايح استفيد واتعلم واكبر النتورك بتاعتي في ليتلي. عشان طبعا العملات فرق العملة اتغيرت كبير. شويه. ستيل بقيت بحاول على قد ما اقدر برضه افضل موجود، رغم ان ده ممكن يبقى بالنسبه لي مرهق في ماديا. اجزاء طبعا في اجزاء معينه. هو مش بس ماديا. انت كنت بتتكلم معايا ان انا الناس ما بتلاقينيش يعني، الناس بتدور عليا دايما مسافر دايما. بس عامل ايه، انا بشوف ان انا دي احسن طريقه ان انا اقدر اتعلم بيها، وان انا اقدر يعني ابديتد بيها. لان فعلا انا حاسس ان انا لو بطلت اعمل الموضوع ده لا اروح اشتغل شغلانه تانية. طيب نرجع بقى. بالنسبه لن احاول يعني في ناس بيكلموني عايزين نحجز مع دكتور محمد العيادة، نلاقي اقرب ميعاد حجز كمان شهرين. فكانت اخر واحده مثلا لقينا ان كنت مع البطل بتاع مصر احمد الجندي، لسه واخد ذهب في الاولمبياد اللي فاتت، واللي عرفناه ان هو المفروض ان هو ما كانش هيدخل الاولمبياد اصلا. والله بص جندي الشغل معاه كان عظيم جدا، لان هو برسبكتيف مختلف عن الكوره. رياضه كما يجب ان تكون يعني رياضه خاليه تماما من اي حاجه. 5 لعبات فيهم يعني فيهم ميكس ما بين التحمل وما بين القوه، الفروسيه، السباحه، الجري، الرمايه،
السلاح، كلهم حاجات مختلفة عن بعض. آه، كمان يعني الحمد لله دي كانت فرصة بالنسبة لي عظيمة جدا اشتغل مع رياضي زي أحمد جندي، لأن جندي ما شاء الله إليت أثليت. احنا في الرياضة بنقسم الناس يعني أماتورز وسيمي بروفيشنالز وبروفيشنالز وإليت. فأنت الإليت مش كتير. أنا حظي كويس في الكورة، أنا بشتغل مع أكتر ناس عملوا حاجات كويسة في مصر في الكورة، فأنا قصدي على مستوى اللعب يعني والأندية طبعا. فدي كانت حاجة كويسة. لما اتنقل ده بقى الشغل مع جندي وسط تيم وورك، كله ناس مصريين، كلهم مصريين. كلنا مصريين وكله ناس شطار، وانت قادر تحط الامباكت بتاعك في المكان بتاعك بس بدون اي حسابات وبدون اي، انا اسف يعني، بدون اي صخب اعلامي، بدون اي حاجة. فلا كانت طبعا فرصة عظيمة جدا جدا طب جدا. كانت ايه اصابته وكانت قبل الاولمبياد بقد ايه وايه اللي اضطريت تعمله بصوا معاه؟ احمد اصلا لما احمد قابلني اول مرة كان من 3 سنين، كان بعد طوكيو. كان عنده مشكلة في الكتف، خلع متكرر في الكتف. فساعتها بصينا وكان قررنا ان احنا نتدخل جراحيا. ده كان احسن بكتير ان احنا نعمله في الوقت ده. وفعلا سافر المانيا احمد وعمل العمليه، وابتدينا نتابعه لحد ما رجع لعب الحمد لله وكسب بطولات وكل حاجه مشيت كويس. لحد في بطوله عالم من البطولات حصلت حادثه يعني الحصان ما نطش ودخل في الحاجز. فحصل خلع تاني لاحمد. ساعتها كملنا مشينا علاج طبيعي وكملنا لحد بطوله العالم قبل الاولمبياد بتقريبا 6 أسابيع ونص، في العيد بتاعنا اعتقد، في العيد الصغير العيد الكبير. فحصل ان خلال المباراه للسلاح حصل خلع تاني. فساعتها كان لو تدخلنا جراحيا ما كانش هيبقى قرار عظيم جدا. وفي نفس الوقت هو لو كان في اوبشنز تانية، انت مش طول الوقت برضه بتاخد الحل اللي اسهل لك، انت بتشوف الحلول اللي متاحه ايه واحسن حل ليك. هو الحمد لله كان القرار ان احنا نشتغل ويعني ورجعنا برضه للجراح في المانيا واتفقنا وتوكلنا على الله، والحمد لله رب العالمين كانت النتيجه اللي الناس كلها شافتها يعني. الحمد لله. بس ده مش انا، ده تيم وورك عظيم جدا جدا جدا. انا حظي كويس بس ان المدير الفني اللي هو عبد الرحمن عيسى، وان الدكتور العلاج الطبيعي مصطفى صدقي، وان دكتوره التغذيه دكتوره ماء هدايه، هم كلهم دول ناس يعني وي ورك فيري كلوزلي مع ناس كتير. عبد الرحمن كان بيشتغل معانا في المنتخب، مصطفى معايا في المنتخب بقاله 6 سنين، دكتوره ماء اصلا زوجتي، وغير كده احنا بنشتغل مع بعض في حالات صعبه بقالنا 4-5 سنين. فانا كنت فاميليار جدا مع التيم، غير ان التيم بتاع احمد بقى بقيه المدربين حاجه في منتهى الروعه، ناس شاطره جدا مخلصين جدا. في الرياضه نادر لما تشتغل مع ناس عندهم اخلاص وديفوشن لهدف واحد. مفيش حد مهتم ان هو يقول اسمه، مفيش حد مهتم ان هو يتصور صوره ما، مفيش حد مهتم يقول انا عملت، لا خالص، ده تيم ورك. وانا اكتر حاجه بسطاني ان التيم ورك ده اللي هو الليدر بتاعه كان عبد الرحمن عيسى، ان هو كان بعد طوكيو شاف ان هو كان في حاجات ناقصه معينه عشان نوصل للمستوى اللي يخلينا ناخد ذهب. فالبلاننج ده مش سهل انك تحققه او تعمله، بيقابلك في نص متغيرات، بيقابلك في نص مشاكل، انك انت تبقى عندك تارجت وتبقى طول الوقت قادر تمنتين او تحافظ على الهدف اللي انت حطيته وتنفذ البلان اللي انت حطيتها في 3 سنين، وان في الاخر ربنا يوفقك ويكرمك وانك اللي انت خططت ليه مظبوط يتعمل. ده شيء عظيم جدا اكيد. وسعاده بقى مختلفه خالص خالص. يعني انا يعني لسه ما توفقتش مع المنتخب ان انا اخد بطوله. الحمد لله رحت كاس عالم ووصلت نهائي افريقيا مرتين وكسبنا ماتشات مهمه كتيره، بس لا، لكن انا خدت ميداليه انك تاخد ميداليه اولمبيه ذهب لبلد بالتيم كله من البلد، شيء عظيم جدا جدا. يعني بص، انا في الرياضه في حياتي لحظات قليله سعيده جدا، دي كانت واحده منهم. طب وايه لحظه تاني؟ يوم التاهل لكاس العالم. يوم التاهل لكاس العالم ده جون صلاح في الكونغو ولا؟ بس يعني الماتش بقى كله بكل اللي حصل فيه لا، هو ده ده انا بالنسبه لي ده اسعد يوم عدى عليا في حياتي. يعني انت بتقولي انت وصلت ازاي، اشتغلت ازاي. انا يوم ما اعلن عن استضافه قطر لكاس العالم 2022 حلمت يومها بالليل ان انا هكون دكتور منتخب مصر في كاس العالم في قطر، وان النشيد الوطني بيتعزف. حلم يعني مش هقول لك طفل وقتها، بس شاب يعني. انا متهيألي كنا لسه ما دخلناش جامعه وكنا في الجامعه. كنا احنا في الجامعه. وانا كنت لسه هدخل يعني كنا احنا في الجامعه. فمجرد حلم لشاب يعني، مش اكتر من كده. فانت ربنا اكرمني باللي انا كنت بحلم بيه قبل ما انا
ما شاء الله. يبقى يعني انا بلان انها كانت 22 فبقت 18. فطبعا لحظه في قمه السعاده. السيناريو كمان الماتش يمكن هو اللي خدنا كمان في الحته دي. وبصراحه كانت اول مره، انا لازم اعترف يعني ما كنتش 100% بقى الدكتور يعني. عاده انا بقعد في الماتشات يعني كان انا كنت شايف الاهلي قبل المنتخب، فكان هم بيعلمونا في الاول انت قاعد في الماتش زيك زي الكرسي، انت شخص بلا مشاعر، انت قاعد علشان تاخد بالك من اللعيبه ومن الجهاز بتاعك، وان لو حصلت اي حاجه للفريق التاني او للجمهور انت لازم هتساعد فيها. فبالتالي انا قعدت مشدود بقى وبتفرج وبقول ايه ده وراحت وجت وبتاع. بشجع. وبشجع بتاع. خلاص اروح اشتغل برضه شغلانه تانية. بس بصراحه يوم ماتش الكونغو لما دخل فينا الجول لا ما كنتش قادر اتحكم في ده. مش صح يعني اللي انا بقوله ده، بس هو ده اللي حصل. ما كنتش قادر اتحكم في مشاعري بشكل كامل يعني. فهو الماتش كان او يعني اللحظه دي كانت بالنسبه لي انا من اسعد لحظات حياتي عموما، مش في الرياضه بس. والمره التانية لما كسبنا الكاميرون في 2021. اوكي، ده في لا في افريقيا. في افريقيا كانت ماتش اللي قبل النهائي وكسبناهم ووصلنا النهائي. لان برضو الكاميرون كسبتنا في النهائي في 2017. ايوه. يعني ممكن نكون احنا شايفين ان ده ما كانش مستحق، وهم كمان في الوقت ده البطوله كانت في الكاميرون. فهم عملوا كل حاجه عشان يضايقونا حرفيا يعني. دي انا ما اعرفها، عملوا ايه؟ كل حاجه ممكن تتخيلها عشان يقرفوا بني ادم هم عملوها. لا بجد يعني كانوا مستفزين جدا وكان الموضوع صعب جدا. ف فلحظه المكسب كانت كويسه جدا جدا، بالذات كمان ان الماتش ده كان احنا كجهاز طبي احنا الحمد لله في البطوله كلها كنا عاملين شغل كويس الحمد لله والشكر لله. بس كان برضو مع جبل اللي اتعمل مع جبل وقتها تحس ان انت يعني عملت حاجه كويسه يعني. كده هو شغلي وبعمله طول الوقت وبعمله مع كل الناس، بس في لحظات كده عارف اللي هو يعني سيلف ابريشيشن، يعني تحس ان انت راضي عن راضي عن اللي انت عملته فاهم. دي كانت تاني لحظه الصراحه. وتالت لحظه كانت جندي صراحه. طيب انت على فكره حكيت في حاجات كتير، انا كنت عايز اوقفك بس انا ما كنتش عايز اوقفك لان الكلام كان لطيف فعلا. انك من اول لما اتكلمت على ان عملنا جراحه في المانيا، وبعد كده اتكلمت على كنت بتتكلم على الفرق بين طب العظام والطب الرياضي، وكمان في الاخر بتتكلم على دورك كطبيب لفريق رياضي، ودور الشخص ده ايه في الفريق. انا بصراحه الثلاثه دول كنت عايز اوقفك في كل لحظه فيهم، بس انا كنت حابب ان انا اسيبك تتكلم. بس خلينا نبتدي من اول، ايه الفرق بين الطب الرياضي وطب العظام؟ ايه الفروقات بينهم؟ بص، طب العظام هو طب جراحة العظام، أمراض العظام وجراحة العظام، وده فيما يتعلق بجزء منه اللي هو إصابات الملاعب. تمام. والطب الرياضي هو بروسبكتيف مختلف تماما. بروسبكتيف بيتكلم على البرفورمانس والاكسرسايز، وهو جزء منه ميديسين اكتر منه سيرجري، يعني اكتر منه جراحه، هو جزء منه يعني طبي اكتر منه جراحي يعني. فحاجات ليها دعوه بالتغذيه، حاجات ليها دعوه بالرهاب، حاجات ليها دعوه باصابات العضلات. يعني دكاتره عظام قليلين جدا 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 اللي يقدروا يحكموا بشكل دقيق او مظبوط على اصابات العضلات. زي ما كنت لسه بكلمك مثلا استخدام الالترا ساوند. انا مثلا الالترا ساوند ده بالنسبه لي مش اشعه، ده جزء من الفحص، جزء من الاكزامينيشن. انا في عيادتي جنب السنج كشف فيه الترا ساوند. الحقن مثلا دلوقتي الالترا ساوند ابتدى يخش في العظام في الانجكشنز مثلا. بس انا مثلا بقالي 6 سنين ما بعملش اي انجكشن غير جايدد، لازم يكون بالالترا ساوند مثلا. فمش بس استخدام الالترا ساوند، ايه نوعيه التحاليل اللي احنا بنعملها، امتى الرياضي يرجع يلعب في الملعب. هم بيكملوا بعض، هم مش رايفلز يعني، مش ناس ضد بعض، هم بيكملوا بعض. فهي الفكره كلها في السبورتس ميديسن او سبورتس انجريز. ده موضوع وده موضوع. سبورتس انجريز ده اصابات الملاعب، وده تخصص جراحي لجراحين العظام. الطب الرياضي هو تخصص تاني مختلف خالص. طيب الطب الرياضي انت اللي قلته انه له علاقه بالبرفورمانس اللي هو الاداء، ايوه، والاكسرسايز اللي هو التمارين او الحركات، فانت كده مركز جدا على العضلات اللي هي فعلا هي اللي شايله جسمنا مع هي بالمناسبه هو حتى احنا الشهادات لما بناخدها اسمها سبورتس اند اكسرسايز ميديسن. يعني هم حاجه واحده، SEM سبورتس اند اكسرسايز ميديسن. ماشي، لان بيبقى سمعة طب العظام او دايما يعني ما اعرفش، يمكن ده وجهة نظر عندي انا من زمان. لو رحت للدكتور عظام هيقول لك يا خد مسكن يا خش عملية، لكن انت بتحكي دلوقتي على حاجات نعملها لتحسين وضع العضلات. ده مش علاج طبيعي يعني، ما دخلناش في العلاج الطبيعي ده،
سبورتس ميديسن بنشوف معرفش طريقه شغل العضله ازاي وتحسينها، ونحط لك بلان كامله لتقويه الحاجه دي تقريبا عشان ما ترجعش تاني. البلان دي ممكن يبقى من ضمنها دواء مضاد للالتهاب او مسكن او بسط للعضلات، ممكن يكون من ضمنها تمارين، ممكن يكون من ضمنها علاج طبيعي بالمناسبة. هي برضه الفكرة كلها امتى تقدر ترجع تلعب رياضة بشكل كويس. انت ممكن تروح لدكتور عظام وانت عندك مشكلة في كتفك، 100% هو يعمل لك تشخيص مظبوط وسليم، 100% هيديك دواء مظبوط وسليم، بس وممكن يكتب لك علاج طبيعي مظبوط وسليم. بس هل انت مؤهل بعد ما تخلص العلاج الطبيعي انك ترجع تاني تلعب رياضة؟ هو ده السؤال. لا. هنا لا، في حد لازم يبقى عنده عارف ايه هي الكرايتيريا اللي يخليك ترجع تمارس الرياضة. هنا بقى هو ده الطب الرياضي. ده الطب الرياضي. فده بقى كده الفرق بالنسبه لي بين العظام والعلاج الطبيعي، هو حاجه في النص. او يعني العظام هيشخصك ويظبط لك الحاجه ويخليها ترجع تشتغل تاني، لكن مش شرط انك تقدر مش تمارس تبرفورم. تأدي. بالظبط. مش هتعرف بالظبط. تأدي بعد كده بصوره بالظبط. كويسه. فهنا يجي دور الطب الرياضي. فطب معلش هنا سؤالي، فهل كده الطب الرياضي ده للرياضيين ولا للبني ادم حتى لو مش بيمارس رياضه معينه برضه ممكن ده سؤال يحتاج؟ عظيم جدا. بص انا لما بمتحن الحاجات بتاعت انجلترا، لا هو مش للرياضيين بس، لان هو الطبيعي ده برضه جزء من اللي انت كنت بتتكلم في المقدمه بتاعتك. هو الطبيعي ان الانسان العادي بيعمل نشاط يومي، بما في ذلك ان هو بيتمشى لشغله، بما في ذلك ان هو يعني لو عنده مثلا بيت او عنده حيوان بيمشيه، دي رياضه. تمام. لو في حد شغله اصلا بدني، دي كلها رياضه. ال WHO ومنظمة الصحة العالمية حاطة جايد لاينز لممارسة النشاط الرياضي من أول الأطفال تحت سن سنة لسن 5 سنين لحد كبار السن من فوق 60 سنة فما فوق. ودول كلهم ناس لازم يكونوا بيعملوا نشاط رياضي يومي ولا بشكل مش لازم يومي، بس بشكل محدد أسبوعيا. هم هنيجوا عدد ساعات في الأسبوع دايما، بتتقسم طبعا على باليوم يعني، بما في ذلك الحوامل، بما في ذلك الناس اللي عاملين عمليات في القلب، بما في ذلك الناس اللي عندهم امراض صدر، الناس اللي عندهم امراض شيخوخه، كل دول ناس لازم يكونوا بيعملوا نشاط رياضي. فبالتالي هو الطب الرياضي مش مقصور على الناس اللي بتلعب. رياضيه؟ ده مقصور على كل البني ادمين. بس هي يعني مثلا في انجلترا في اي مستشفى هو في كونسلتنت سبورتس ميديسن، ده راجل استشاري طب رياضي، ده ما عنده عياده وعنده عيانين بيشوفهم وبيبتدي يراجع الحاجات دي كلها. انا فعلا وانا بمتحن الامتحانات في اسئله اللي هو اصل دي كانت بتروح لشغلها نص ساعه مشي كل يوم، وبعدين جابت عربيه، من بعد ما جابت العربيه ابتدت يحصل لها مشاكل كذا كذا، لان هي حولت حياتها ان هي بقت سيدنتري. فانا اكتشفت ان احنا هنا في مصر كلنا زي الست دي. يعني احنا كلنا هذه الست، ان احنا حياتنا اغلبها فعلا سيدنتري. احنا ما بنلحقش في اللايف ستايل بتاعنا، ما بنلحقش او ما بنحطش وقت كامل للرياضه. طبعا في ناس شاطره وبتعرف تعمل كده، بس ستيل الاستامينا او الاستمرار بتاعهم قليل قوي. طيب انت ذكرت الحته بتاعت الجايد لاينز بتاعت WHO الخاصه بممارسه النشاط حسب العمر المختلف او حسب الكونديشن الحالات المختلفه للشخص. هل نقدر نذكرها للناس بحيث ان هو الناس لان فعلا اللي انت بتقوله هو الناس في مصر كلها في ناحيه كله ابو عربيه وكله قاعد على مكتب. فايه النشاط اللي انت في الفئه العمريه من هنا لهنا المفروض تكون بتعمل كذا؟ بص هو جدول موجود وموجود اونلاين، بس هو مش ده السؤال. السؤال هل الافرج اللي حطاه ال WHO هو مناسب للمصريين ولا لا؟ فايه الاجابه؟ الاجابه ان احنا محتاجين نحط جايد لاينز بتاعتنا. في بلاد حوالينا في المنطقه، مش في اوروبا ولا حاجه، في بلاد حوالينا احنا في المنطقه، يعني في الخليج او ابتدوا يحطوا جايد لاينز بتاعتهم. انا ما اقدرش احط جايد لاينز لواحد عايش في القاهره هي تمشي على واحد عايش في الارياف، لان اللي في الارياف ده طبيعه شغله اصلا فيها حركه، ومش بس حركه، فيها حركه وفيها مجهود. فانا ما اقدرش اقول له ان انا اسويه زي الشخص اللي عايش جوه القاهره. يعني لا شكل الطرق اللي انا بمشي عليها هو بيمشي عليها، لا انا نشاطي البدني في الشغل بتاعي هو نشاط البدني في الشغل بتاعه. فبالتالي يعني هي دي خطوه متقدمه انا شايفها. يعني احنا ممكن نبدا بالجايد لاينز بتاعت ال WHO، بس اللي بعد كده نعدل عليها بحيث انها تلائمنا احنا. ديفينتلي. انت عارف يعني الغريب في الامر ايه؟ ان مثلا انا فاكر وانا بعمل الماجستير بتاع الطب الرياضي ده في انجلترا، احنا بيبقى مطلوب مننا دايما اساينمنتس، نكتب حاجات، نشوف الليترشر بتقول ايه ونكتب. فلما جينا عند الكاردياك ريهابيليتيشن، في حاجه اسمها كاردياك اعاده ريهابيليتيشن تاهيل بعد مشاكل بالظبط القلب. بعد مشاكل القلب، لقيت ان احنا هنا في مصر دكاتره مصريين كتير جدا جدا كاتبين بيبرز منشوره في اكبر الجورنالز العالميه
مصريين، ما بتطبقش عندنا. والداتا دي بتاعتنا طالعه من معهد القلب وطالعه من جامعه القاهره ومن جامعه عين شمس. الداتا دي مصريه 100% ومنشوره في اكبر الجورنالز العالميه. ما اعرفش احنا ليه مش بنطبقها بشكل مستمر او بشكل دايم. على فكره حجم الليترشر اللي بيطلع البحث العلمي بيطلع من مصر مش قليل، مش قليل خالص خالص، بس نسب تطبيقه هي اللي مش عاليه. طب ايه اللي محتاجينه عشان يعني مش عارف. اصل هو دلوقتي هو بقى الدكتور، يعني هو الدكتور بتاع معهد القلب عمل البحث واكتشف الطريقه المظبوطه، ليه ما يمشيش المرضى بتوعه على صدقني يا احمد، انا بستغرب ساعات ابقى في مؤتمر مثلا في الايزوكايناتيك مثلا، اعلى حاجه في السبورتس ميديسن في العالم، ولاقي حد مثلا اشهر واحد بتاع اصابات الحوض جروين انجريز في العالم، وبيستشهد في حاجه من الحاجات ايفيدنس اللي هو حاططها ببيبر عاملها ناس في جامعه اسمها طيبه جامعه بتاعت طيبه في مصر. كليه علاج طبيعي في جامعه طيبه. مم. ف هم دول فين يعني؟ الناس دي فين؟ الناس دي عامله بيبرز اللي بيستشهد بيها ده احسن واحد بيشتغل الشغلانه دي في العالم. فاحنا يعني انا بشوف ان في جاب في جاب ما بين البحث والتنفيذ. البحث والتطبيق بالظبط. طيب هل ده برضو ممكن يرجع شويه انا كان بالنسبه لي تخصص طب الملاعب او سوري الطب الخاص بالاصابات الملاعب يعتبر مجال جديد شويه او كده، فما فيش دكاتره كتير فيبتدوا يتابعوا مع اصل يعني اللي بلاقيه الموضوع بقى فيه جزء دعائي كويس يعني كبير جدا، ان عشان تعرف عمليات معينه في القلب محتاج تقعد تعمل دعايه وعلى السوشيال ميديا عشان الناس تعرف ان في العمليه دي. الاسنان نفس الكلام، بقت يعني السوشيال ميديا بتغرقها دعايه بيها. فهل ان مفيش دكاتره طب اصابات ملاعب كتير بيخلي ان مفيش دعايه كتير بتحصل عن الموضوع ده، فمفيش وعي بين والله بقى العمليه دي المفروض اروح اتابع مع دكتور يأهلني لان انا ارجع لحياتي الطبيعيه تاني، ولا المشكله فين؟ ده برضه سؤال عظيم جدا جدا. هو ليه لازم يبقى فيه دعايه؟ هو احنا الموديول بتاع الماركت بتاعنا في مصر زي مين؟ زي مصر ولا زي امريكا ولا زي انجلترا ولا زي ايه؟ مختلف. احنا مش امريكا عشان يبقى كل حاجه بيتعمل لها دعايه وصور الدكاتره على المجلات وفي الشارع في تايم سكوير. فبالتالي في ناس طبعا بتعمل كده وبتبقى عندها اكسس اكتر للناس، بس عندنا دكاتره اصابات ملعب في مصر كتير جدا وجامدين جدا وشاطرين جدا جدا جدا، بس مش كلهم لازم يطلعوا يعني على السوشيال ميديا. ستيل احنا مصر وفقا لاخر تعداد يعني معديين 106 مليون مظبوط، تقريبا اكتر كمان، يمكن اكتر كمان. فانت بالتالي احنا عندنا شورتج في الدكاتره طبعا في مصر، بس كل واحد من الناس دي عنده شغل ما شاء الله لشهور وسنين قدام. فمش لازم كلهم يطلعوا على السوشيال ميديا علشان يقولوا ان احنا بنعمل العمليات دي او ان احنا بنشتغل الشغل ده. احنا كمان الموديول بتاعنا في مصر معتمد على البرايفت سيكتور، فالناس موجودة والناس متاحة، ويعني مش في القاهرة بس، يعني في كل حتة في الصعيد وفي يعني ناحية الوجه البحري اكتر، كل حتة فيها دكاترة وفيها ناس كتير جدا. طب يعني هل الموضوع محتاج وعي من دكاترة التخصصات التانية عشان يبقى فيه توجيه؟ اصل المريض العادي هو ما بيبقاش عارف، يعني هو لو انا عندي مشكله في كتفي انا لما ببتدي احركه تاني يا الحمد لله ده انا كتفي اتحرك. انا فاكر انا كان عندي المشكله دي وكنت جيت لك قبل كده، فلما بدا كتفي يتحرك تاني خلاص الحمد لله. ان انا ابقى عارف بقى ان انا محتاج اتابع عشان الحركه ترجع تاني طبيعيه، ده انا كنت خدت فتره يا دوب بيطلع لحد هنا كنت راضي، لما طلع كمان شويه يا ده، فما عنديش الوعي. انا شخصيا ما كانش عندي الوعي. انا مش قادر اقول لك الحل الامثل ايه من وجهة نظري، بس يعني لو انت سألتني عن الموديول اللي انا ممكن اكون شايفه في مصر يكون احسن، لا انه يبقى مش برايفت، يبقى في توجه للدولة طبعا. ان هي بعد ما انت تخلص هنا تروح محولك للي بعد. انا النهارده عايش في اسوان، فهروح مستشفى جامعة اسوان او مستشفى اسوان المركزي، هو هناك هيقابلني دكتور فاميلي ميديسن او جي بي، وهيبتدي يوجهني وفقا للريسورسز اللي موجوده. احنا الريسورس بتاعتنا مش قليله، الجامعات كلها متجهزه على اعلى مستوى. هي الفكره كلها هل هي قادره تخدم الناس كما يجب ولا لا؟ بس عشان في مصر احنا برايفت سيكتور، فالعيان بيقرر ان هو يركب قطر من اسوان 12 ساعه يجي للقاهره عشان يكشف عند فلان او يكشف عند فلان. اخر اليوم انا مش بقول ان ده غلط ومش بقول ان ده صح، انا بقول بس رايي ان احنا الموديول بتاعنا هنا في مصر احسن له واقرب له ان يبقى فيه اماكن
سكاتر او بريفرال متوزعه في كل في اماكن. وبعدين تصب في حته، مم. تصب في حته تانية سنترال بقى لو حاجه اعلى او كده. اوكي مم. ساعتها حتى ده هيقلل الضغط كتير على يعني هيقلل الضغط كتير جدا جدا على الاماكن اللي في مصر، القاهره مم. يعني الحاجات السنترال اللي في القاهره. ماشي. يعني احنا عشان اللي انت قلته هو ما كانش هحكي عن الموضوع ده، بس انت يعني مع انا ودكتور اسماعيل صاحبك، عارف اسماعيل اسماعيل انور انور طبعا. بالظبط. كان دايما بيكلمني حته الفاميلي دكتور، وان دي الحته اللي هو شايف انها غايبه جدا في الماركت المصري عموما، او في الوسط الطبي المصري، ان هو حد بيعرف يوجهك ويقدر يتابع معاك لما بعد، اللي هو نحولك لهنا نحولك لهنا. يعني كان دايما يجي يقول لي انت دلوقتي بتشتكي من وجع هنا، ده تبع تخصص ايه، بالظبط، مش صاحبك يعمل اللي تراج. توجهه. لان هو انا هقول لك على قصه لطيفه جدا. انا بيجي لي ناس ساعات في العياده عندهم امراض هينيورولوجي، بس هم سمعوا من ناس قريبهم مخ مثلا واعصاب. ان انا كان عندي مشكله كبيره جدا، كانت رجلي بتوجعني وسافرت رحت للدكتور ابو العلا وخفيت. فهو بيقوم واخد القطر وجاي عشان هو ابو العلا هيخليه يخف، بس هو ده مش تخصصي اصلا. مم. وانا الناس تصعب عليا انه ممكن يبقى راكب قطر او دافع مصاريف كتير جدا ويجي لحد عندي انا مش بقدر. يعني انا في الاخر ما بقدرش اخد منهم كشف ومش برضه اكسفهم، انا بسمعهم لحد الاخر خالص، بحاول انا اللي اعمل دور بقى بتاع الفاميلي ميديسن ده مم. اللي هو يوجههم. بس فعلا يعني لو فكرنا بالعكس، لو فكرنا ان المنطقي هو اللي حصل، ان هو في شخص في جنبهم بيقدر يوجههم. مم. وعلى فكره ممكن في الاخر يقول لها روحي القاهره، ده روح لدكتور محمد أبو العلا، هو ده المناسب او لحالتك. اي تخصص. بس مم. هي الفكره كلها ان الناس برضو احنا عندنا في مصر عموما احنا بنغفل تماما الجانب النفسي للبني ادم. مم. ساعات كتير جدا الناس لو استراحت نفسيا هتفهم اكتر اللي عندها ايه، هتقدر تبروسيد مع خطه العلاج. انا النهارده بيجي لي واحد مثلا لعيب كمال اجسام بطولته بعد 3 شهور، وراح وعمال يلف وبتاع ومش قادر. لو هو قعد وراحه كده وفهم ان المشكله عنده دي هتحتاج 3 ل4 اسابيع شغل، وفي ال3 4 اسابيع دول، وعشان ده برضه شغل الطب الرياضي، ممكن يعمل حاجه اسمها كروس تريننج، ان هو يدرب اماكن تانية او يعمل تمرينات عضلات تانية، يجهز او عضلات حتى تانية. على العضله المصابه بس مم. بشكل ستاتيك مثلا، ما يبقاش فيه مم. ضرر للاصابه بتاعته. فبالتالي هو لو قعد وفهم وشلت من عنده الهسل ان هو مش هيلحق البطوله، فهو هيقدر ينفذ البلان اللي انت حطيتها له، وهيرجع هيبقى كويس وهيقدر يلعب البطوله بتاعته. فهي دايما الفكره في كده. الفكره ان احنا الجانب، انا لما يجي لي واحد عيان او عيانه بقالهم سنتين تعبانين، وهو خلاص هو راكب القطر وجاي لحد القاهره وقعد استنى في العياده بره عشان يخش، عشان انا اللي هديله الحل، فانا بفاجئه في الاخر لا والله ده مش مش تخصصي، عندي. اتكل على الله. فانا حرام يعني يعني بحاول احط نفسي مكان الناس دي، حرام. مم. فبحاول ابقى لطيف جدا وان انا اشرح ان ده في الاخر مش تخصصي، وان احنا لو رحنا لحد ممكن نستفيد اكتر، بس بعد ما يكون على الاقل عارف نفض غبار السفر زي ما بيقولوا. مم. انما لو هو جنبه حد وجهه من داي 1 من طب الاول. بتعرف توجهه لحد تاني في الحاجة المناسبة دي ولا؟ بنصح بس مش اكتر من كده، مم. يعني بنصح مش اكتر من كده. برضه زي ما بقول لك احنا حجم الناس زمايلي واساتذتي اللي كانوا موجودين من سنتين ما بقاش هو. دي مشكلة كبيرة الناس دلوقتي كلها فعلا. سافرت. دي مشكلة كبيرة دلوقتي. ده موضوع الناس بقى اللي قاعده هنا بتشوف كل يوم. مم. لا، انا فوجئت في الموضوع ده. فاكر لما جينا يعني اللي كنا عاملينه في الاول، لما جينا هنا في هيلين نبتدي نعمل اغلبهم نتورك مش قويه، موجودين خلاص. اغلبهم سافروا. دي حقيقة. بس الحمد لله انك لسه موجود، وان شاء الله تبقى الحمد موجود لله معانا. ان شاء الله. ولا في اي خطه لا ان بعيده؟ شاء الله موجود الحمد بإذن الله. لله. طيب انا هرجع بقى اللي كنت بتحكيه برضو من شويه، وارجع اقول لك انت قلت كان في الجراحه لاحمد، قلت له او وجهت ان هو يعمل الجراحه في المانيا مع دكتور وبعد كده يرجع هنا. ليه جراحة العظام معروف ان هي في المانيا؟ يعني في تخصصات كان معروف ان التخصص ده في البلد دي، فمنها العظام دايما هي في المانيا. ايه والله الفرق انا بيننا بالنسبه لي وبينهم؟ زي ما هو الهرم في مصر. يعني هي الفكره فين؟ الفكره كلها ان هم قدروا يعملوا ماركتنج. ماركتنج. قدروا يعملوا ماركتنج عن طريق العيانين طبعا مم. والبيشنتس تستيمونيالز يعني، وعن طريق قنواتهم يعني للماركتنج، واتفاقاتهم مع الشركات في مصر والحاجات دي كلها، ان هم يقولوا السيرفيسز اللي عندهم، وان السيرفيسز دي بتاعتها تبقى ازاي. بس هو انا هقول لك على حاجه، عشان ده سؤال برضه، هو ليه اللعيبه بتسافر تعمل عملياتها بره؟ هل احنا ما عندناش هنا جراحين كويسين يعني؟ لا احنا عندنا جراحين جامدين جدا وفي بعض الاحيان اجمد من اللي بره. بس هي البروسيس مش الجراحه بس، هي بروسيس احنا بنقول عليها دايما بيري اوبراتيف. بيري يعني قبل وبعد، مم. ما حول الجراحه. مم.
فالبيري اوبراتيف بروسيس دي احنا لسه بنفتقدها في مصر. اكيد بنحاول نشتغل عليها وبنحاول نحسنها اكيد. دي حاجة. تاني حاجة مثلا في لعيبة الكورة أنا بودي على حتت أغلبها أو مش أغلبها كلها حاجة اسمها فيفا سنترز اوف اكسلنس. يعني ايه فيفا سنتر اوف واخد اكسلنس؟ اعتماد من واخد الفيفا. اعتماد من الفيفا ان المكان ده بيعالج الرياضيين على اعلى مستوى، وبيشارك في ابحاث سنويه مم. لتحسين حاله الرياضيين في الجراحات اللي زي دي. فبالتالي انا مش بخرج من هنا. انا عندي في مصر ناس جامده جدا جدا، يعني مش هقدر اقول اسامي، بس ناس كويسه قوي وشاطرين جدا واساتذتنا، وعلى فكره اعلام انترناشونالي حتى عالميا هم مشهورين جدا ومعروفين جدا. بس هو المشكله انك لما بتودي الرياضي يعمل عمليه، هي مش الحكايه عند العمليه بس، الحكايه كلها. يعني على سبيل المثال مثلا لو انا عندي حارس مرمى وعنده خلع في الكتف بشكل معين، لو انا دخلت عملت له عمليه عشان الكتف ده ما يخلعش تاني، هو مش هيقف جون تاني. مم. فبالتالي احتياجات الرياضي دي بيبقى بديل واحد ما بيشتغلش غير في الرياضيين مينلي، واشتغل القصه دي مثلا آلاف المرات. فانا مش هقدر اقول لك ان انا بعمله صح او غلط، بس هو الابروتش اللي انا واخده انا شايف ان هو ناجح معايا بشكل ما. مش هقول لك هو صح او غلط، بس هو ده ليه الابروتش ان انت بتتعاون مع مراكز معينه بالظبط عندها بالظبط خدمات لحد ما يبقى متكامله. عندنا في مصر. مم. وهوبفully ان شاء الله دي حاجه هتحصل قريب جدا، يعني ان شاء ان يبقى الله. عندنا في مصر حاجه زي كده. اسهل بقى اسهل ليا واسهل. على فكره انا ساعات كتير حتى ما ببقاش قادر ان انا اسيب شغلي واسافر واروح واعمل. هو الموضوع مش لطيف زي ما الناس فاكره، ان هو يعني ايه ده بيسافر لا خالص، مش طول الوقت اصلا انا ابقى قادر او جاهز اسافر، بس هو شغلي ولازم يتعمل يعني. طب يعني بخصوص النقطه دي، اكتر شكوى الناس تشتكيها من دكتور محمد ابو العلا ان هو مش دايما متاح فعليا، وان ده بحاول. يعني ده بيأثر عليك ازاي في الشغل، وهل عندك خطه لمواجهه حاجه زي كده؟ بص هو بيأثر طبعا، ديفنتلي بيأثر. انا راجل بقى في العيادتي في الشهر اسبوع مم. مثلا، مش حاجه كويسه قوي يعني. حتى يعني اقتصاديا الموضوع ده مش عظيم يعني. بس اخر اليوم زي ما قلت لك انا يا اما شغال يا اما انا اصلا عندي البنات في السكرتارية لطاف جدا، اصل الدكتور اجازه، فطول الوقت الناس فاكره ان انا طول السنه في هواي. ف يعني فلا، انا نفسي اصلا يعني انا بطلع اجازه مره في السنه حقيقه. بس يعني انا لو عليا لا اروح بقى اجازه كذا مره. انا حتى زي ما بقول لك قبل كده السنين اللي فاتت مثلا كنت باخد يوم قبل المؤتمر بحيث ان انا اشوف البلد اللي انا رايحها. دلوقتي ده مبقاش متاح، انا بقيت بجري يعني على المؤتمر على على طول. المؤتمر. ده في ساعات بخلص المؤتمر وامشي في يومها، او مش ساعات، انا بقالي سنتين بعمل كده. فده مرهق جدا، مرهق. انا بيجي على وقت ببقى عارف المنظر اللي هو بتاع الشباك الباسبورت كنترول ده بكرهه من كتر يعني ما بتشوف من كل كتر ما شويه. بشوفه، فاهم. بس انا اخر اليوم انا في حاجات كتير جدا، وده اتفاق ضمني حتى بيني وبين زوجتي، اللي هو لو بطلت تعمل الحكايه دي الباشن بتاعك ده قل، انك تشوف الجديد ايه وانك تتعلم الحاجات الجديده ايه، ما بطل بقى اقعد في البيت بقى اشتغل شغلانه تانية. فانا يعني انا بقول لك انا لسه مسافر اسبوع، مسافر عشان اتعلم تكنيك معين في الحقن. تمام. فهي الفكره كلها في كده، الفكره كلها انا مش بسافر عشان يعني، هو انا حاسس ان هو في الاخر الحمد لله والشكر هو بينعكس على عينيني يعني. الناس بتستفيد من اللي انا بتعلمه او من النولج اللي بقت عندي. لما يبقى في ناس مثلا بتقول لي والله دي ملهاش حل، فانا ابقى لسه جاي عارف ان هم بيحلوها شفت حل بالشكل ده. جديد. فاهم قصدي. وهو مش بس كده. بص احنا كنا قريب قوي في كان في شركه وطنيه يعني عامله لونشنج على استخدام التكنولوجيا في الرياضه، فانا كنت مدعو. فلقيت ان 60% من اللي معروض في حاجات انا جبتها واشتغلت بيها من 8 سنين. ما شاء الله. لما تجيلي بقى من 8 سنين تقول لي انت عملت كده ليه، هقول لك انا عملت عشان انا كنت شايف ان ده كويس، وشايف ان هي فرصه ان النولج دي تنتشر. فلما تيجي بعد 8 سنين وتلاقي ان ربنا اكرمك وان في شركه وطنيه تحمست لده وخدت الحاجات دي وقررت انها تعممها في الرياضه، فتحس برضه انك بتغير شكل الشغلانه يعني، بتغير شكل الموضوع. صح. يعني بتديفلوب بتحسن. انا مره من المرات كنت بتكلم مع صديقي، يعني انا عايز اسافر اصلا، جاي لي حاجه كويسه جدا وعايز اسافر. قال لي فكر في حاجه واحده بس، لو انت مشيت اللي انت بتعمله في حد تاني هيعمله؟ قلت له ما اعرفش. قال لي احسبها كده. طب بص، احنا كده وقفنا عن نقطة حلوة جدا، وده اللي كنت عايز اسأله من شوية. طب انت حلا للمشكلة دي وحلا للنقطة دي،
ليه ما يبقاش تبتدي تبقى فيه تيم انت ده مدربه ابتديت والله، ابتديت. انا شايف ان هو ابتديت ده لازم. ابتديت طبعا، بس هي مش ده الاسبكت برضه يا احمد. هي الفكره كلها ان الماركت بتاعنا في مصر لا يقبل ان هو يقابل الراس الكبيره. غير الدكتور. حتى لو هو سافر بره امم. لكونسلتنت معين وقابل المساعد بتاعه، قشطه، حلو جدا، امم. انا قابلت مساعد الدكتور. انما ايوه. هنا في مصر لا، هو عايزك انت بشخصك وعايزك بقى زي ما هو عايز. يعني هو عايز يجي الساعه 5 فيليك قاعد الساعه 5 مستنيه. امم. فانا لما بروح مع اولادي او ليا انا شخصيا لدكتور، بقعد بستنى امم. بنتظر. ليه؟ لان احنا لو انا رحت انجلترا او امريكا انا هنتظر لما اقول يا بس. وبشهور كمان ساعات. تمام. امم. فهي احنا الماركت بتاعنا مختلف شويه. انا مش بقول ان انا مش عايز حد يستناني، انا نفسي الناس كلها تيجي تخش لي على طول، بس ساعات بيبقى غصب عني، لان انا اوقات اللي انا متاح فيها قليله، وبحاول على قد ما اقدر في الاوقات دي اشوف كل الناس، ما يبقاش في حد ما اقدرش اشوفه. طيب في الوقت الصغير انت موجود فيه مع الناس هنا، ايه اشهر العمليات اللي انت بتعملها وايه الجديد فيها؟ انا عارف ان هو بص، انا مين مش جدا. مناظير مينلي، مناظير. مش مناظير ركبه كمان مينلي. آه والجديد فيها حسب. احنا يعني أنا كنت اخر حاجه كنت بعملها كنت السنه اللي فاتت في ليون، في حاجه اسمها ترانسكوب سكول. يعني دول من اشهر الناس بيشتغلوا مناظير ركبه وجراحات ركبه عموما في العالم. يعني شفت التكنيكس اللي بيعملوها كلها. في تكنيكس كنتش انا بعملها خالص بصراحه، كنتش اعرف مم. اعملها، اتعلمتها. شفت كنت مطلع جدا بقى على الروبوتك جوينت استعمال روبوت في ريبليسمنتس يعني. مم. برضه حضرتها كتير قوي. فهي حاجات دي، بس احنا لسه في مصر مش الاجهزه دي مش موجوده يعني، مم. روبوتس في العظم او في تغيير المفاصل. يعني تقريبا الحمد لله كل البروسيجرز بتاعت الني بعرف اعملها وبعملها كويس يعني. طب نرجع بقى نخش في حاجات متعمقة أكتر، طب بقى بالذات. فاحنا مناظير العظام أو علاجات الركبة، إيه العمليات اللي بتتعمل وأسبابها، وبتتعمل إزاي، وبتتعمل لمين، محتاجين نصلح فيها إيه؟ لو هنبتدي نشرح حاجات طب شوية. بص، يعني اللي انا هقوله ده فيري جنرال، ماشي. فيري جنرال. بس خلينا نقول ان الجراحات المناظير للركبه مثلا لازم الناس تفهم كده مبدئيا ان هو هيعمل عمليه لازم يعمل علاج طبيعي بعدها. مم. مش خلينا بس ايه، ده شيء واضح كده. ده مش من نوع العمليات انك هتعمله وتنزل تلعب. مهم. بس هتلعب بعد فترة. هتلعب اكيد بعد اه. فتره، بس في الفتره دي انت مش هتقعد في البيت مم. او مش تنزل شغلك تاني يوم. انت لازم تريح الاول مده، وبعد كده تبتدي تعمل علاج طبيعي بشكل معين، ما تعمل تاهيل، وبعدين ترجع بقى تعيش حياتك مم. حتى لو انت مش بتلعب. مم. فلنفترض انك انت بتشتغل عامل في مصنع او مهندس في موقع، فانت مش هتريح بعد العمليه 3 اسابيع تنزل موقع، مش هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ هتحصل مشاكل اكتر في الركبه. لا، لان ايه اللي المفروض يحصل؟ ايه اللي انت اللي هتمشي المفروض عليه؟ يحصل انك انت بعد العمليه في اول اسبوع لو هي منظار تدخل جراحي للغضروف، لو عن طريق الاستئصال فانت هتريح اول اسبوع 10 ايام. هتشيل الغرز بتاعتك. بعد كده في الاسبوع 10 ايام دول بتبتدي تعمل تمارين بتتوصف لك في البيت، وتبتدي تحمل الاول على عكازين وبعدين على عكاز واحد، وبعدين بتبتدي بعدها علاج طبيعي. مم. حسب البروسيجر اللي اتعملت بالظبط مده العلاج الطبيعي بتتحدد، وبعدها مده تاهيل، وبعد كده تقدر ترجع تمارس حياتك بشكل طبيعي. لو هو عمليه في الرباط الصليبي فده بروسيس طويله، مم. بتقدر ترجع لحياتك اليوميه الطبيعيه بعد مثلا شهرين ونص 3 شهور. بس عشان تقدر ترجع تلعب رياضه او تمارس مجهود بدني عادي محتاج لك من 7 ل9 شهور. لو البروسيجر اللي بنعملها دي خياطة في الغضروف، فخياطة الغضروف برضو بتقعد حوالي 6 ل8 أسابيع على عكازين، لابس بريس أو ركبة بشكل معين، رجليك مش بتلمس الأرض على طول. بعد أسبوعين بتبدأ العلاج الطبيعي بتاعك، برضو من 4 ل6 شهور قبل ما تقدر ترجع تمارس حياتك الطبيعية أو مجهود بدني عادي أو تعمل رياضة بشكل معين. مم. مع العلم والإحاطة إن أنت بترجع فانكشنالي كويس أوي، بس أنت ركبتك دي مش زي خلقة ربنا. مم. يعني انت فانكشنالي هترجع تلعب، ولو انت عامل هتقف في شغلك 12 ساعة، لو انت مهندس هتطلع على السقالة وهتنزل على السقالة، هتعمل لو انت لعيب كورة هتلعب وكل حاجة. بس الركبة دي فانكشنالي كويسة، انما خلقة ربنا موضوع تاني. مم. فالركبة اللي انت عامل فيها العملية دي ممكن تورم شوية ساعات، ممكن يبقى فيها شوية وجع ساعات، ممكن درجات التاني ما تجيش اخر درجة او درجتين. كل دي حاجات واردة تحصل، وده ما بيأثرش على نجاح العملية. احنا وظيفتنا في العظام عموما انك انت ترجع فانكشنينج، انك انت ترجع وظيفيا كويس جدا. مم. انما عشان انا ساعات كتير العيانين بيشتكوا من حاجات وعندهم حق في الشكوى دي، لان هم مش عارفين ان اللي بيحصل ده عادي ولا لا.
فالحاجات دي لازم تتشرح وهو العيان، وانا بقول له انت داخل عمليه انت ممكن يحصل لك 1 2 3 4. ودي مالهاش دعوه بالمضاعفات، المضاعفات ده موضوع تاني. هو لازم ده يتشرح انت له بتتكلم في المضاعفات، الطبيعي اصلا. انا بتكلم في الطبيعي. تمام. وبناء عليه خلاص بعد ما بتخلص القصه البروسيس دي كلها انت فانكشن هترجع سليم. بس ما تقارنش اوعى رجليك اللي فيها العمليه برجليك السليم. طب يعني احنا بالذات الرباط الصليبي يمكن دي اشهر اصابه عند كل لعيبه الكوره، وانا ممكن اقول لك من قبل الجامعه لحد النهارده انا شخصيا من الاخبار اللي الواحد بيقراها شفت ان فيها تطور كبير جدا، من ان هي كانت عمليه لو جت للعيب بتنهي حياته، لان بتتعمل مره واتنين لنفس اللعيب عادي. هي دي يعني انا بشجع ليفربول، فجو جوميز خد 2 صليبي ورجع بيلعب تاني فان دايك رباط صليبي ورجع بيلعب تاني، وما حسيناش باختلاف في الاداء عن قبل الاصابه لبعد الاصابه. ده بدا يبقى ملحوظ بالنسبه لي ده بدا يبقى ملحوظ بالنسبه لي في اخر 4-5 سنين اللعيبه بترجع تاني كويس. ف يعني قدرنا نتغلب على مشكله الرباط الصليبي تماما ولا لسه؟ لا لسه، لان هي مشكله الرباط الصليبي في ان في لسه نسبه ما بتقدرش ترجع تلعب لمستواها الطبيعي اللي كان قبل الاصابه، بلس ان هي مده طويله جدا، بلس ان في السن الصغير لما بيجي نسبه انها تحصل تاني عاليه جدا، توصل ساعات ل 40%. بس دي قيمه احنا كنا بنتكلم فيه ان في فيفا سنترز اوف اكسلنس، في ناس شغاله العمليه دي بس بتعمل عليها ابحاث كتير جدا. فعلى سبيل المثال كل الاسامي اللي انت قلتها دي اتعمل لهم نفس البروسيجر، اللي بيتعمل لهم بروسيجر زياده مع الرباط الصليبي عشان يمنع الركبه انها تلف جامد، فده بيمنع حدوث الرباط الصليبي مره تانية. اما فكره انك ترجع للبين انجنج ليفل فدي حاجه نسبها بتتحسن، بس ستيل هي مش يعني اتنقلت في بعض الابحاث من 56% ل 86%، فده رقم ضخم جدا طبعا جدا. فهي بتتحسن طبعا، بس ستيل هو الرباط الصليبي في الكوره مع اصابات العضلات الخلفيه اصعب حاجه مش قادرين نوقفها. طب انت قلت في تكنيك معين عشان كمان الركبه ما تلفش، هل ده بيتعمل لعيبه الكوره بس ولا خلاص بقى براكتس عام او لا هو ممارسه عامه هو لكل مثلا الناس؟ مثلا في المكان اللي انا كنت فيه في اليوم هم بيعملوه لاي حد تحت 20 سنه، تحت 25 سنه، اي حد شخص عادي عنده بيتعمل له ال يعني لاترال اكستراتيكولار بروسيجر دي. واللعيبه الكوره خلاص كل الفيفا سنترز بس بتعمله لعيبه الكوره ده اساسي. وهو في الطبيعي لا هي ليها كرايتيريا في الناس العاديه وساعات بتتعمل طبعا. طيب تخوف يعني، انا سالت مثلا ناس عايزين عند على الفيسبوك مثلا عايزين نسال على ايه، فكان في اسئله على الرباط الصليبي دايما فعلا تخوف الناس من، يعني انا اصلي لقيت ان في ناس كتير عندها رباط صليبي وسايبينه يعني مبدئيا عايشين بيه. ده صح ولا غلط؟ هبقى عايز اسال عليه. تاني حاجه هو اصلا هو ليه خايف يعمل عمليه؟ عشان انت هتوقفني عن حياتي فترة، فهل انا بوقفه عن حياته فترة بعد العملية، ولا بعمل لك ليميتيشنز شوية في الحركة المريحة خالص بتاعتك؟ فدول سؤالين. هو انت بتعمله ليميتيشن وقت، وفي وقت بتمنعه خالص، بس هي الفكره دي بتختلف من ثقافه شخص للتاني. في ناس عايزه يا دوبك ترجع تتي وتفرد رجليها وترجع تعيش حياتها بشكل طبيعي، اوعدهم ان ده مش هيحصل. مش هيحصل. ما فيش حد ابدا بعد رباط صليبي شهرين 3 بيقدر يرجع يعيش حياته. فاهم؟ طب يعني عملت عملية رباط صليبي يوم 1 يناير في السنة، امتى هقدر انزل شغل تاني؟ يوم واحد ما بين 1/3 و1/4. طيب الشهرين دول او ال3 شهور دول انا قاعد في البيت تماما ولا لا بيبقى انت بتعمل علاج طبيعي بعد اول اسبوعين. اسبوعين بعمل علاج طبيعي؟ فانا ولو انت في شغلانتك مكتب مثلا فانت هتقدر على عكازات تروح تقعد في مكتبك. اوكي، فانا هتحرك بعكازات لمدة شهرين 3 وبعد لا لمده شهر ونص اولموست. شهر ونص، وبعد كده اقدر ان انا ارجع تاني، بس لازم هلغي النشاط العادي اللي انا بعمله في حياتي لمدة شهر ونص. طبعا. اوكي طيب، كونه بقى مأجل العملية ما بيعملهاش عشان خايف من موضوع الوقت ده. بص ده سؤال عظيم جدا وفي ديبيت في العالم كله. انا كانت رساله الماجستير بتاعتي في ساوث ويلز في انجلترا عن ان هل كل الناس لازم تعمل رباط صليبي، وبعدين نقلنا الكلام ده اتنقل بعد ما انا خلصت رساله بسنه للاثليتس. الجماعه في استراليا عشان هم عندهم النت بول والاستراليان فوتبول دول العاب عنيفه شويه، فهم ابتدوا يعرضوا على الاثليتس ان هم ما يعملوش عمليه ويعملوا تاهيل، وابتدوا يشوفوا بقى الفروق هل ده بيأثر ولا لا. وبعدين ابتدت تطلع بيبرز ان هو اصلا الرباط الصليبي بيلحم بيهيل. تمام. بس ده كلام في مصر شائك جدا يعني، عشان بس انا يعني انا مره قلت الكلام ده في مؤتمر والله اشتمت يعني فاهم. فالكلام ده شائك جدا، بس هو الكلام ده ترندنج جدا جدا في السبورتس ميديسن يعني بقاله سنتين.
والديبيت فيه عالي جدا جدا جدا. انا رايي انا شخصيا بالمناسبه، يعني لو هو اثليت لعيب كوره لازم يعملها. والكونسنسس بتاعت كل الناس ان لو في حد بيلعب بيفوتنج سبورتس لازم يعمل. انما واحد مثلا بيلعب جري او بيلعب عجل مش لازم يعني. ممكن يأجلها. مش هي ليها كرايتيريا كتير حسب ثبات الرجل، حسب في مشاكل تانية مع الرباط الصليبي ولا لا، يعني ليها كرايتيريا كتير. فبالتالي المواطن العادي بقى اللي ما بيمارسش رياضه اصلا عادي ممكن يأجلها شويه، بس يشوف الكرايتيريا اللي حضرتك بتقول عليها بقى، اللي بالظبط. هو ثبات الرجل واللف. يعني واحد مثلا بيأجلها بس هو كل ما بيمشي رجليه بتخونه، ده مش منطق. من رحلتك بقى في الطب، اعتقد ده غير حاجات في ممارستك العاديه لحياتك العاديه، عن لو انت كنت مهندس، لو كنت محاسب، حاجه بقيت حاجات معينه تاخد بالك منها في اسلوب الحياه العادي. فهل في زي تيبس اند تريكس كده ممكن تتقال للناس خدوا بالك، يعني انتوا عشان بعاد عن الطب فانتوا مش بتعملوا كذا، بس الصح انكم تبقوا بتعملوا كذا في حياتكم؟ بص احنا لازم نكون بنتحرك مم. ببساطة شديدة. احنا لازم نكون ناس بتتحرك. فكرة ان الناس اللي بتشتغل في البنوك وبتشتغل في وظائف مكتبية ان هو بيقعد 8 ساعات و10 ساعات يوميا، ده انهيومن، ده مش انساني. تمام. ان احنا بنعمل كل حاجة بالعربيات وبالبايكس وبالكلام ده برضه شيء مش منطقي. تمام. فكرة ان احنا اصلا بنرتب يومنا ان هو ما فيهوش اي متنفس في اليوم غير التلفزيون بتاع بالليل، ده مش منطقي. فكرة ان احنا عايشين زي ما انت بتقول ممكن يبقى ظهري بيوجعني فعادي يعني باخد مسكن وهبقى كويس، ده مش منطقي. تمام. فهي الفكرة كلها التبس بمنتهى البساطة ان احنا لازم نكون ناس بتتحرك، لازم نكون ناس عندنا الكونسبت بتاع الموفينج بشكل عام. مش هقولك نلعب رياضة بس يتمشى. فاهم؟ يعني الناس اللي في الاماكن الساحلية عوم يعني. فاهم؟ يعني في حاجات كتير قوي تقدر تتعمل. يعني انا بشوف برضه في بلاد حوالينا، لو تروح لبنان مثلا، ربنا يعني ان شاء الله يفك كربهم، ان شاء الله. الناس بتمشي على الكورنيش طول الليل والنهار، ناس عاديين. لما بتسافر اوروبا ده موضوع تاني، الناس طول الوقت بتجري وطول الوقت بتمشي. فاحنا نقدر نعمل كده، ما احنا ما شاء الله عندنا الشوارع كويسه ومليانه وبقى في دلوقتي في مصر اماكن شوارع متخصصه فيها حارات للعجل. واعتقد ان كان في مشروع حكومي اللي هو بتاع وسط البلد ان الناس تقدر تستخدم العجل، او دلوقتي حتى سكوترز. انا شفتها في المعادي وفي الزمالك. تتحرك يا جماعه، الناس محتاجه تتحرك. مش موضوع ان احنا يعني. وبرضه في نصيحه تانية او في معلومه تانية لازم تعرفها. وضع السجود بتاع الصلاه هو وضع مش سهل على ركب، فبالتالي احنا محتاجين نكون ناس فت عشان تقدر على الاقل تصلي كويس. يعني فكره انك انت راجل كبير في السن او ست كبيره في السن ووزننا زياده شويه، فاحنا بنتوجع في السجود عشان احنا ما بنعملش اي حاجه تأهل ركبنا انها تتحط في الوضع بتاع السجود. طب ستات البيوت فعلا، عشان هو دي الشكوى العامة، وكل تقريبا مامتي وجدتي وخالاتي وكل مشاكل الركبة بالنسبة للستات، فالمفروض ان هم يبقوا بيعملوا ايه؟ يعني هل في، ما اعرفش، المفروض يبقوا تمارين معينة بيعملوها هم قاعدين في البيت، ولا وانت في المطبخ يتمشوا 3 بتعملي مرات في الاسبوع نص ساعه. 3 مرات في الاسبوع نص ساعة؟ نص ساعه. وتقريبا كل محافظة في مصر فيها كورنيش، ينزلوا يتمشوا على الكورنيش نص الله ينور ساعة يعني. عليك. بالظبط. ماشي، ده بالنسبة للستات، عشان فعلا كل الناس تشتكي من خشونة الركبة. بس طب سؤالي معلش، هو لما يبتدي يحصل ان بدأ يبقى في خشونة ركبة، بدأت ركبتي توجعني، هل اقدر انزل اتمشى برضه، ولا ده بيقل يعني المشي هيضايقني اكتر؟ هو سؤال حلو جدا. هو احنا اصلا كلنا يحصل لنا خشونه ولا لا؟ تقريبا صح. بس اعراضها هي اللي هتختلف. مم. فلو احنا وزننا زياده واحنا محتاجين نخس فمحتاجين نمشي، بس لو في التهاب في الركبه مش هينفع نمشي. فساعتها لازم نبتدي نروح لحد. اعتقد ان ده ساعتها يبقى حد بتاع طب رياضي عشان يبتدي يوجهنا نعمل ايه دلوقتي في الوقت ده. خلاص، انا اتمنى تبقى موجود في مصر، يعني قول لي كده هتقعد في مصر امتى، عشان ايه هجيب لك الشهر الجاي ان شاء الله. خلاص كمان شويه هتلاقي قطر كامل جاي عشان كلهم ياخدوا الدور كده ورا بعض. ينور يا فندم. بعد كده بقى موضوع الظهر، اكتر حاجه الناس كلها بقى ستات رجاله بيشتكوا منها، موضوع انزلاق غضروفي والفقرات مش عارف الكام وبعد كده يجيب له مشكله في المشي في الرجل وحاجات زي كده. ايه النصائح اللي نديها للناس عشان يتجنبوا ده بقى من نفس الاول؟ القصه، وزننا وان احنا نكون بنتحرك. والشباب الصغيرين في الجيم لازم يبقوا فاهمين ان هو انا مش هيبقى عندي 16 سنه واخش على البار واقعد اعمل ديد ليفتس واقعد اعمل ويت ليفتنج، او ان انا عايز اشيل وزن 250 كيلو. انت مش داخل مستر اولمبيا. فهو انت اصلا ما ينفعش تشيل حديد دلوقتي. بس 16 سنه ما ينفعش طبعا. في الوقت ده. فهي الفكره كلها في التبس الطبيعيه برضه. لازم نكون بنتحرك. ستات البيوت
حبايبي هم بيزقوا كنب وبيشيلوا حاجات. يعني انا مقتنع ان اوكي، مش عايز اعترض على اسلوب حياة حد، اتفضلوا اعملوا اللي انتوا عايزينه بس بحرص. ما ينفعش تيجي لي ست عندها 64 سنة وتقول لي انا وانا واقفة بعمل الستاير. لا، يعني ما اعتقدش ان ده شيء مانداتوري مم. او مهم او كويس قوي قوي قوي، او ما فيش حد غيرنا هيعمله. مم. يعني برضه ستيل انا مش بنظر على حد، بس انا في حاجات بالنسبه لي منطقيه وفي حاجات مش منطقيه. تمام. وببساطه شديده احنا في حاجات ممكن نتعلمها في المدارس، ان احنا اصلا نشيل ازاي. مم. احنا كلنا بنشيل غلط. انا وانت لو اتحطت قدامنا ايوه، حاجه على الارض دلوقتي ورحت وجينا تاني نشيلها هنشيلها ظهرك غلط. كله كده انا اتعلمت الحقيقه تشيل صح ازاي انا بعمل ماجستير. للدرجه دي. كان الماجستير بتاعي في جامعه عين شمس عن acute disc prolapse في الاثليتس. مم. فابتديت اتعلم ان في حاجه اسمها نيوترال بوزيشن، وان في طريقه معينه لازم نشيل بيها. فدي حاجه احنا ما بنتعلمهاش، رغم ان هي حاجه سهله جدا. زي ما احنا بنجيب بتوع الدفاع المدني يعلموا الناس في المدارس ازاي لو حصلت حاجه يخلوا الكلام ده كله، لا احنا ممكن نجيب حد يعلم الناس يعني تشيل الحاجات ازاي. اعتقد ان دي حاجه بسيطه جدا، ولو اتعملت هتفرق في حاجات كتير جدا. طب انا المعلومه البسيطه عندي ان بالنسبه لان احنا نشيل حاجه، ما بقاش واقف كده واروح تاني جسمي كده واروح بالظبط. ساحبها واروح شايل. لا، انا بالظبط. بقعد يعني بنزل بركبي، بركبك بقعد بالظبط. وامسك الحاجه وانا ظهري مفرود، وبعد كده اروح قايم. بالظبط. الرفع يبقى من الرجلين مش من الظهر. بالظبط. في نصايح تانية ممكن نقدمها للناس في يعني زي ما بخصوص بقول لك ميلي، احنا بنتكلم، انا بحاول اتكلم جنرالي على قد ما مم. اقدر يعني، بس ده ميلي. وان زي ما قلت لك احنا الناس تتحرك. الحركه. هو التاكيد كل شويه على موضوع الحركه. الحركه. طيب، برضه هو مرض انا متخيل ان الاجابه ممكن تبقى مشابهه، بس التنس البو او اللي هو معرفش بقى هيبقى اسمه ايه بالعربي. التهاب في الاوتار مم. بتاعه الكوع، برضه في مجموعه من الاوتار يعني، مش في كل الاوتار. هو ده، لا ده مش موضوع ليه دعوه بالحركه، ده ليه دعوه ان هي مينلي اوفر يوز. يا اما حد قاعد بيكتب على لابتوب، اه. يا اما ست بيت بتطبخ كتير بتقعد تقلب، آه، يا اما حد بيلعب رياضه. مم. فده كله، بس اهم حاجه لما تحصل لازم ناخد راي حد. ما نتعاملش مع الموضوع على انه والله وجع وهدهن عليه. المصريين عندهم دهانين كده بيدهنوهم في كل حاجه، فمش هينفع ندهن الدهانين دول وهنبقى كويسين. على فكره عايز تقول اي اسماء قول عادي عشان الناس يعني تبقى مش فاهمه الدنيا يعني. بالنسبه لي مش مهتم اقول اسماء، فاهم؟ بس مم. هي الفكره كلها اصلا. ولما بنسافر السعوديه كلنا بنجيب الدهانين التانيين، فاهم؟ فبندهنهم زي فكره الاسبرين اللي قلت لك عليها ايوه، واحنا بتاع كل صغيرين. العضلات. اه فاهم، بيشفي الحبيب ومش عارف بيعمل كل بيجلب حاجه. الحبيب برضه. اه فاهم. فهي لا، لما نحس بوجع، اول حاجه نقلل الحاجه اللي بتعمل لنا الوجع على قد ما نقدر. مم. وفي معلومه مهمه قوي، اصابات العضلات والاوتار عاده ما بتسقطش بالتقادم. يعني مش انا ريحت شهر، ريحت من ايه؟ ما انت الالتهاب حصل وانت ما عالجتوش. اوكي. فاهم قصدي؟ مم. اللي هو انا اتعورت فانا والله هسيبها شهر وهتبقى كويسه. هو انت بعد شهر هي هتهيل، مم. بس هتهيل بسكار، بندبه. مم. الندبه دي نسيج مش سليم. تمام. مم. فهي مش الحل ان احنا نريح، بس على الاقل البوزيشنز اللي فيها الوجع نحاول نتفاداها لحد لما نروح ناخد رأي حد متخصص. طب على فكره يعني ده يفتح لنا شويه كلام فعلا مهم، اللي هو فعلا اتوجعت، فطب انا هريح شويه وبعد كده خلاص الوجع راح فهبطل اروح للدكتور. وده ممارسه عامه الناس كلها بتعملها. فايه اصل يعني مش كل وجع هيحصل لي برضه هروح للدكتور صراحه. يعني انا لازم في حاجات بنطنش واصبر ومش عارف ايه، بس ايه الحاجات اللي كانها ريد فلاجز او علامات لا روح لدكتور. وبعد كده هو ممكن يقول لك ريح، يعني مش مشكله. اي وجع معاه ورم او اي وجع مستمر لازم ناخد رأي حد، او اي وجع بيعطلك عن الاكتيفيتيز بتاعت الحياه اليوميه لازم نروح لحد. امم طيب انا عايز ارجع للنقطه برضه انت قلتها، عشان دي بصراحه نورت في دماغي كده فجاه. لما بتقول تحت 16 سنه ما تشيلش حديد، انا يعني الشباب عموما هنا في مصر هو بيبقى لسه عنده طاقه وحاجات ان هو يروح يجيم لا، وحاجات او زي كده. عايز يعمل فورمه وعايز يعمل سيكس باكس وعايز يعمل يتصور امم يعني الصور بتاعت الصيف وبتاع. لا يعني عندهم اهداف كتير. فهم دول اللي بيروحوا يشيلوا حديد. اصلا بعد ما بتخلص جامعه خلاص تقريباً ممكن تنسى الحاجات دي. ف تحت سن 16 ايه النصايح بتاعتك انت ممكن تقولها لهم عشان يبقى رياضي او جسمه هو كويس يروح لو الجيم عادي، انا ما عنديش مشكله انه يروح الجيم، مم. بس ما يقدرش يعمل حاجات فيها ويتس عنيفه، لان هو لسه اصلا عظمه ما قفلش بشكل كامل، فهو مش صح قبل 18 سنه. دي حاجه تاني. حاجه السبلمنتس، ما مم. تقعدش تبلبع في حاجات ما ينفعش تاخدها في سنك عشان تكبر عضلات معينه او عشان تحس انك انت بتتمرن احسن. ده كله
على الشورت تيرم لطيف، بس على اللونج تيرم مزعج جدا. مم. طيب هل برضه عشان ده هيبقى متكرر معانا كمرض عند الناس دلوقتي، الانزلاق الغضروفي ده هو بس عشان ما كانش مقوي جسمه كويس، ولا ممكن يكون ليه سبب تاني ادى لا، يعني؟ ممكن تبقى حاجه مفاجاه، شال حاجه غلط، زق حاجه فاحنا غلط. نرجع تاني الموضوع، تشيل بالطريقة بالظبط. المظبوطة، ما بالظبط. تشيلش بأي حركة وخلاص. بالظبط. طيب من دي انا فاكر كان حصل مرة تقريبا، كان حتى ميم كده وناس تريق عليه كتير، كان لعيب كورة وترقص بطريقة معينة فجاله انزلاق غضروفي، فبدأنا ان احنا نتريق عليهم. بوتينج اعتقد، صح؟ لا هو كان مصري بس ما علينا. اوكي. فخلي بالك احسن يجيب لك انزلاق غضروفي تاني. دي برضه بيتعمل فيها ايه بقى في الملعب للعيب كورة لف بص، بسرعة؟ احنا عمليات الظهر في لعيبه الكوره قليله قوي، امم قليله جدا. عشان ظهره قوي ولا عشان؟ علشان النتائج ما بتبقاش عظيمه جدا طول الوقت. امم مين وايل لو اتعملت في وقت مناسب بتكنيك كويس ممكن الدنيا تمشي كويس. تمام. بس هو مش كل اللعيبه اللي عندهم انزلاق غضروفي اصلا بنعمل لهم عمليه وبنعمل لهم حقن، حسب كل حاله حسب. واغلبهم اغلبهم بيمشوا كويس جدا بالفيزيو بالعلاج الطبيعي، زي بالمناسبه زي 70% من مشاكل الظهر، يعني مشاكل اللي هي اللو باك بين، يعني 70% بتتحسن بالفيزيو بالعلاج الطبيعي. بالعلاج الطبيعي. طيب انا عايز ارجع عشان انت ذكرت النقطه دي كذا مره، اللي هو موضوع الحقن. قلت الحقن يعني مبدئيا ايه الحقن وبنستعمله ليه، وبتقول انا دايما بستعمله جايدد اللي هو بسونار. فممكن تكلمنا شويه عن موضوع الحقن؟ بص، هو الحقن ده بروسيجر. احنا عاده بنبتدي العلاج اللي هو العلاج الطبيعي او العلاج الكونزرفتيف، انك تدي دواء، وبعد الدواء ممكن تعمل علاج طبيعي او تدي تمرينات. ده اصلا في انهي اصابه او في انهي كل مرض؟ اي حاجه. الحقن ده ممكن يتعمل في اي مفصل او في اي عضله. مم. الناس بتحقن يا اما، يعني ده براكتس مثلا فيري كومن في امريكا، ان هو بالذات في الجامعه وفي المدارس، عشان دول الولاد دول لازم يلعبوا رياضه طول الوقت. فانت عندك وجع في الحته الفلانيه، هتاخد ستيرويد شوت، هتاخد حقنه كورتيزون، وهتبقى كويس بعد يومين وهتلعب. فاحنا ساعات بنحقن كورتيزون، ساعات بنحقن في المفاصل حاجه اسمها هيلورونيك اسيد، اللي هي ماده جيلاتينيه يعني للمفاصل. ساعات بنحقن بلازما PRP. وفي حاجات تانية كتير، بس في حاجه اسمها اورتوبيولوجيكس دي بتندرج تحتها حاجات كتير جدا. فانت في حاجات كتير جدا ممكن تتحقن. هي الفكره كلها لازم بس الناس تفهم ان الحقن ده تدخل. هو تدخل محدود بس تدخل. فاحنا مش معقوله تبقى رايح لدكتور اول مره مثلا مشاكل الكتف بالذات التيبس والكلام ده كله تاخد حقنه دلوقتي، لا. يعني نبتدي نشتغل الاول، نعمل علاج طبيعي، ناخد ادويه ونشوف. لو عدينا الخطوه الاولانيه دي بدون تحسن، نفكر في الخطوه اللي بعدها اللي هي الحقن. طب انا برضه عايز لان ممكن تبقى معلوماتي عن الحقن كلها قليله. يعني انا زي ما بقول لك، انا بالنسبه لي دكاتره العظام عمليه او مسكنات. فدلوقتي انت بتقول لي في حقن. دلوقتي انت بتقول لي في حقن. فالحقن ده بيستعمل لو عندك مشاكل ايه؟ يعني ايه المشاكل اللي بتبقى موجوده فبالتالي هنعمل لها الحقن. وانت قلت لي في مجموعه انواع مختلفه من الحقن. وهل برضه اي دكتور يقدر يعمل الموضوع ده ولا لا، ولا في تخصص هديك معين؟ امثله سريعه في كل حاجه. مثلا على سبيل المثال، اللي عنده خشونه في الركبه في اوضاع معينه او في درجات معينه، ممكن نحقن له كورتيزون، او ممكن نحقن له بلازما، او ممكن نحقن له هيلورونيك اسيد. تمام. وممكن ما نحلوش حاجه من دول بالمناسبه. يكون الموضوع بإيه أسوأ فما ينفعلوش. ممكن يبقى الموضوع اقل فهو مش محتاج حقن، او ممكن يبقى الموضوع اسوأ فهو محتاج تغيير مفصل. تمام. طيب، العضلات، التمزقات العضليه واصابات الاوتار عاده بتستجيب جدا لحقن البلازما. تمام. حقن الظهر مثلا في حالات معينه من ضيق القناه العصبيه او الانزلاق بيتحقن جايدد بالاكس راي، بيتحقن ساعات كورتيزون ومواد مخدره. تمام. الكتف عاده في الفروزن شولدر او في التيبس بيتحقن ساعات كتير جدا كورتيزون، وممكن يتحقن معاه كمان هيلورونيك اسيد او الماده الجيلاتينيه. فدي كلها امثله. يعني دي كلها امثله، بس كل حاله بقى بحالتها يعني. طب ماشي. عشان برضه انا هرجع للعيله، عشان عارف ان هم هيبقوا ايه دايما مستني الحاجات دي. كل الناس عندها خشونه في الركبه، فانت قلت دلوقتي ان هو في حالات مش محتاجين نخش لهم في حقن، وفي حالات هنعمل لهم حقن، وفي درجات مختلفه من الحقن، الا لو انت الموضوع سيفير جدا ده ان خلاص محتاج تغيير مفصل. فمعلومتي ان هم عندهم خشونه في الركبه، ان الموضوع عندهم مشكله فيه، ولكن ما اعتقدش ان هم وصلوا لمرحله ان هم عايزين ان هم محتاجين تغيير مفصل.
ففي الحاله دي المفروض ان هم يجوا لك عشان يعملوا حقن حسب حالتهم. حسب حالتهم هنقدر ان احنا نحدد. ف ايه الحاجات اللي ممكن نقول له يعني الناس اللي بتجي لك في العياده ويعملوا حقن بيبقوا اصلا خايفين من ايه؟ يعني ايه اللي يخليه يقول ما بلاش يا دكتور حقن؟ حقنه في الركبه. هو الناس متخيله ان هي حقنه في ناس ما بتحبش حقن اصلا. فهو خوف فهو فكره انك انت هتحط الحقنه دي جوه ركبته. الناس ما عندهاش تخيل انك بتحطها جايدد او ان انت بتحطها فين. انت هتدخل حقنه في العظم، هو بالنسبه له كده. فطبعا محدش عايز يعمل كده. هل في برضو اللي هو زي محاذير او حاجات معينه بعدها بفتره كذا هتريح بالطريقه الفلانيه؟ طبعا بص، كل حاجه انا ما اقدرش ادخل عينه ومكاتب له روشته واديها له ويتكل على الله. يعني ما مش هينفع. يبقى هو كده فاهم مجالي كانه ما جاليش، ما كانوا عندهم في التليفون فاهم. هو جه وانا كشفت عليه وفهمته حالته بالظبط عنده ايه، والحل الامثل بتاعه سواء هو عمليه او سواء هي علاج تحفظي. وبعدين ببتدي اشرح له الدواء اللي هياخده ازاي وهياخده ليه، وابتدي اشرح له بعد كده لو هيتحقن هو هيستريح بعدها بقد ايه، وايه اللي متوقع وايه اللي منتظر، عشان ما يجيليش تليفون الساعه 3 الصبح انه موجوع. تمام. وامتى لازم يجي لي على طول، وامتى احنا محتاج اشوفه بعدها بقد ايه، والبلان عموما كلها ايه. فده اي حاجه، حتى اللي مش هياخد دواء لازم اشوفه تاني، عشان هي بلان في الاخر. هو انا مش وظيفتي ان انا اديله الدواء ويمشي يعني اذهبوا فانتم الطلقاء. لا، انا وظيفتي ان هو ان شاء الله يخف، وانا مسؤول عن القصه دي، على البروسس دي من الاول للاخر. انا بجد متخيل يعني ناس كتير جدا في مصر عندها مشاكل الحركه بتاعت الظهر ان هي مش مرتاحه، الحركه بتاعت الركبه اللي مش مرتاحه، الكتف مش مرتاح، وكله بيقعد ياجل الموضوع عشان هو الانطباع ان الحاجات دي ملهاش حل. ايوه، عشان احنا مثلا على سبيل المثال عمليه تغيير المفصل الركبه بالذات، عمليه انا ما اعرفش ليه المصريين ما بيحبوهاش لحد دلوقتي. انا ما اعرفش ليه. التخيل اللي عندي ان هم بيسالوا قرايبهم اللي عملوها، اللي ممكن يكونوا عملوها من 20 سنه، كانت التكنيكس اقل من كده، وكانت التكنولوجيز اللي موجوده اقل من كده، وكان عدد الناس اللي بتشتغلها اقل من كده. فوارد عمليه زي اي عمليه ممكن يحصل فيها شويه كومبليكيشنز. فدلوقتي بقت كل الناس بتسال مثلا، او مثلا حد تخين جدا او اوبيس جدا عنده مشاكل زي سكر او ضغط او حاجه، فيبتدي ينصح الناس، ينصح قرايبه وجيرانه واصحابه ما تعملوش العمليه، ده انا اتبهدلت، انت كنتش بتسمع صوتي وانا بصوت فابتدت الناس تربي الثقافه دي. يعني انا بيجي لي في اليوم، بشوف في اليوم مثلا 10 15 حاله ركبه، منهم على الاقل 7 8 عايزين يغيروا المفصل. ليه؟ لان زي ما انت بتقول هي المشكله عندهم بقى لها سنين، وبنأجل وبنشوف وبناخد شويه دواء، بنستريح شويه وبنخس 2 كيلو فبنستريح شويه وبنرجع تاني. فتيجي تقول لهم مثلا تغيير مفصل كانك قلت حاجه يعني خرجت بره المله فاهم. فتبتدي تشرح ان والله لا، دي عمليه كذا ونتائجها كذا، بس لسه الثقافه العامه لا. فهو احنا عشان برضه احنا مجتمع قريب شويه من بعضه، انت دايما الناس ليهم صحاب وليهم جيران وليهم قرايب بيسالوه، فكل دول بيسالوا بعض. انا بقول لك ساعات انا الناس بتجيلي ازاي، اصل والله انت عالجت فلانه فلانه بقت كويسه. ايه مش فلانه دي قصتها مختلفه خالص عن حضرتك. وحضرتك مثلا يعني انا لسه قاعد امبارح في العياده مع حد بيحكي لي عن مشكله عنده بقالها 20 سنه. فهو يعني هي طبعا ثقه كبيره جدا ومسؤوليه انا اعتز بيها يعني، بس مين اللي قال ان المشكله اللي بقالها 20 سنه انا هقدر احلها في قعده تلت ساعه او ربع ساعه؟ مش هيحصل. فهي الفكره في كده يعني، ودي طبيعه الماركت بتاعنا وطبيعه الناس، يعني طبيعه الناس عندنا كده. مش بس انا يعني انا بالنسبه لي اللي اتعلمته لحد دلوقتي ان هو في علاج دوائي وعلاج جراحي، بس يبقى في النص موضوع الحقن ده ان هو يحل لك لا المشكله. مش الحقن بس، يعني العلاج الطبيعي ممكن، الحقن ممكن، اكسرسايزز معينه بشكل معين ممكن، في حاجات كتير جدا، الحلول كتير. هي الفكره بس نستخدمها في مكانها الصح. انا ما اعرفش، بحس ان فعلا في موضوع العظام بالذات في ازمه ثقه بين الناس والدكتور، ان هو ده هيدخلك عمليه او ده هيقعد يديك ما هو مسكنات حتى اللي هيدخلك عمليه عايز يحل لك مشكلتك يعني. هو حتى اللي هيدخلك عمليه هو مش هيدخلك عمليه عشان هو ليه نفسه يعمل عمليه، هو هيدخلك عمليه عشان هو من وجهه نظره ده الحل الاحسن او الحل الامثل. ممكن يكون احنا دايما حتى الجراحين بيتقسموا كده، ان ده جراح كونزرفتيف او جراح نون كونزرفتيف. متحفظ، ده جراح متحفظ مش بيستعجل العمليات في كل حاجه، وده جراح تاني كومبتنت جدا وشاطر جدا وعارف ان هو لو دخل عمل العمليه دي اللي عنده هيستريح جدا. فهو بس الفكره كلها انك انت ده صح وده صح. هي الفكره كلها انك انت تعرف ان ده رأي الدكتور بيزد على المعلومة اللي عنده والنولج اللي عنده وخبرته، وده رأي الدكتور بيزد على المعلومة، والاتنين صح والاتنين مكتوبين. طالما انت خرجت من عند الدكتور هنا والدكتور هنا الاتنين مشخصين نفس الحاجة،
فلا ده غلطان ولا ده غلطان ولا ده صح ولا ده صح. هي الفكره كلها ان الدكتور لما بيقول لك عمليه هو ده في وجهه نظره انك انت مشكلتك هتخلص هنا، مم. او ان رحت للدكتور تاني فقال لك والله الحل ده موجود، الحل ده متاح، هيديك نفس النتيجه او هيديك 70% من النتيجه. ساعتها الاختيار عند العيان، عند المريض. طب انا دايما بيبقى عندي المشكله دي، او الناس بتيجي فعلا تقول لي دي، انا رحت للدكتور زي ما انت قلت لي وبعد كده لقيته بيخيرني بيقول لي اعمل ممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا واختار انت. يقول انا اعرف منين؟ انا مش دكتور عشان ايوه صح، يخيرني. بس انت بتشرح لك احنا لو عملنا كذا هنعمل يوم كذا كذا، وهنعمل يوم كذا كذا، يوم كذا كذا، هترجع شغلك بعد 6 شهور. لو عملنا العمليه هتستريح يومين بعد العمليه، وهتبتدي بعدها تحرك رجليك، وبعد كده تبتدي بعد اسبوع تعمل علاج طبيعي، وبعدين تسيب العكاز بعد اسبوعين، وبعد كده هترجع شغلك بعد 4 شهور. انت اتشرح لك الاثنين، انت اللي تختار. فانت بس بتخيره في حدود اللايف ستايل بتاع اسلوب الحياه بتاعه، مش في ان هو انت ياخد بتشرح له قرار ميجر في الحل حياته ده يعني. ايه والحل ده ايه، وبعد كده مش مسؤوليه الدكتور ان هو اللي يختار. الدكتور بيديك الحلول، انت اللي مسؤوليتك تختار. لان لو عيان دخل يعمل عمليه هو مش مقتنع ان ده احسن حل ليه، العمليه دي مش تنجح. مم. مش هيلتزم بالتعليمات اللي بعد كده، وهيبقى مش دايما هتنجح. موسوس مم. بس فعلا انا بلاقي دي شكوى عامه لدرجه ان انا ما بقاش عارف اوجههم فين. لو هو العيان لو فهم هيستريح والدكتور هيستريح. طب انا عايز اسالك على الاستشفاء اللي بعض اللعيبه بيعملوه بعد الماتشات، اللي هو الكرايو ثيرابي او العلاج بالتجميد او بالتلج او حاجه زي كده. هل احتكيت بحاجات زي كده وتنصح ما تنصحش بيها؟ رايك هي ده فيها ايه؟ شغلي، ده شغلك. مش احتكيت، ده شغلي وجزء من اوكي. شغلي. وجزء من شغلي اقول للعيبه ايه اللي يعملوه ويعملوه امتى. لان احنا عندنا حاجه اسمها ريكفرنج بيراميد في السبورت ساينس. يعني ايه ريكفرنج بيراميد؟ يعني مجموعه من الحاجات بتتعمل من الاهم فالمهم. فما بين التلج اللي هو اهم حاجه، وبعد كده ميعاد الاكل اللي بعد التمرين او بعد الرياضه امتى، وبعدين ميعاد الوجبه الاساسيه اللي بعدها امتى، وبعدين اذا كنا هنعمل تدليك مساج ولا لا، واذا كنا هنلبس حاجه اسمها كومبريشن جارمنت سواء هي شرابات او بنطلونات عشان تحسن حاله الدوره الدمويه ولا لا، سواء هناخد سبلمنتس ولا لا، سواء هنحتاج لحاجه سخنه مع التلج يعني كونتراست باث ولا لا. دي كلها حاجات بتتعمل في الريكفري. تمام. بس ايه فيهم اللي يتعمل وايه فيهم اللي يتعمل امتى؟ طيب امتى لو انا عندي تمرينتين في اليوم انزل تلج في الاتنين ولا انزل تلج بعد واحده بس، والفرق ما بينهم قد ايه؟ ما هو كل ده شغلي، كل ده شغل دكتور طب رياضي. فهي انا ما اقدرش انصح الناس العاديه ان هي تعمل الحاجات دي، بس على الاقل يعمل الحاجات البسيطه كولينج داون. يعني خلصت جري مثلا اقف اعمل شويه ستريتشات وبعدها ب10 دقايق ولا حاجه خد حاجه يكون فيها يعني ولا حتى فاهم اسمه شوكو ميلك، يعني لبن بالشوكولاته، حتى حاجه اللي هي تقدر تعوض جسمك عن السوائل اللي انت فقدتها. تمام. في حاجات كتير قوي يعني برضو. اصل الموضوع ده كل ما هتتبحر فيه كل ما هتلاقي ان الاوبشنز كتيره جدا جدا جدا، حسب المستوى اللي انت بتتحرك فيه وبتلعب فيه، وحسب انت في ماتش بس تصفية زي اللي كنا فيه ده، ولا انت في مسابقه في منافسه. طب ما هو انت بقى في المنافسات وكده لا، احنا عندنا اصلا بريفنشن، ده شغل تاني خالص قبل كمان. فهي كلها حسب انت الليفل بتاعك ايه. يعني انا بجد وانت بتحكي كل الحاجات دي ببقى ايه ده الناس كلها محتاجه دي وانا ببقى ساعات محتاج الحاجات دي الريكفري واتمرن ازاي وبعد ما اتمرن اعمل ايه والحاجات زي كده. يا احمد انا لو قلت للعين دلوقتي او لواحد مثلا تنزل تلج بعد ما تخلص الجيم، لا يعني الحاجات دي بالنسبه لهم بيشوفوا على السوشيال ميديا بس تشالنجز، انما هينزل لان تلج هو فين؟ مش فاهم اهميتها برضه. وهيجيب تلج منين عشان يملى البانيو ويحط فيه تلج وبتاع؟ يعني محتاج بقى يشوف حد من بتوع العصير او من بتوع السمك عشان يجيب من عندهم تلج بشكل معين عشان يحطه، وعشان هو يستحمله ولا لا اصلا ده موضوع تاني. فده بيخليني اقول هو ليه ما فيش دكاتره كتير يعني اصلا يعني اقصد انا لما فكرت ده انا محتاج واعرف انا في الدايره بتاعتي اعرف ناس كتير قوي محتاجه الحاجات دي بالذات الريكفري وتعمل ايه بعد التمارين والرياضه وكده. وكده ما انا لو اتكلمت دكتور ابو العيله هو اصلا مش احنا هنخلص وهتسافر. هي هو لما جيت اذاكر حاجات ليها دعوه بالسبورتس ميديسن في الاول خالص، هو انا جزء من ادوار دكتور الطب ده كونسلنج، النصيحه، ان هو ينصح يعني يقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. طب انا جات لي فكره برضه معلش دلوقتي كده الحاجات دي حته الكونسلنج دي هل محتاج في الركاب يعني في حاجات بسيطه مش في كله ما ينفعش تقدم اونلاين يعني يبقى عندك في بلاتفورم انت مسافر راجل مسافر والله على طول بص اقول لك على حاجه ممكن واي نوت يعني، بس انا احب دايما الانتراكشن. يعني يبقى قدامي شخص بيتكلم وبيحكي عن
قصته او هو يومه عامل ازاي وانا ابتدي اتدخل. ايوه، ما انا اقصد كانها برين ستورمنج اكتر منها تعليمات وخلاص. يعني لو تعليمات ممكن اعملها بروشور ولا بامفلت، فاهم؟ لا، انا اقصد يعني انا اعرف بلاتفورم واتمنى ان حضرتك تبقى موجود فيها خاصه بالسكند ميديكال اوبينيون او استشاره، دي بتبقى فيرتشوال كونسلتيشن، استشاره بالفيديو. يعني بص، قبل الكوفيد كنت بقول الكلام ده استحاله ومستحيل وبتاع. بعد الكوفيد طبعا ممكن. لان انا عارف ان الدكاتره محتاجه الفيزيكال اكزامينيشن او الفحص السريري عشان نقيم، بس اعتقد في بعض الحالات ممكن ان زي ما هتحكي لي كل حاجه وهرد عليك في كذا وهيبقى في اخد وعطا، بس هنوصل للحاجه المناسبه. بص، دي في موقف ما كده كنا بنعمل كونسلتيشن مع حد من اللعيبه، يعني مع حد في انجلترا. فالراجل عمل حاجات عجبتني جدا، يعني لقيته ابتدى وتعلمت منه صراحه. يعني لقيته ابتدى يعمل حاجات كانه هو بيعمل فيزيكال اكزامينيشن. هو طبعا كنت انا عامل فيزيكال اكزامينيشن ومبلغه بيه، بس ابتدى يعمل حاجات تيست فيزيكال سهله جدا ممكن يعني العيان يعملها وهو قاعد، يعني يشوف الرينج بتاعه، يشوف الماسل باور بتاعته وهكذا. فهي دلوقتي صراحه ممكن، يعني زي ما بقول لك انت، انا جالي حد وكان قريب يعني في امريكا دلوقتي وكلمني في الموضوع ده من 10 سنين. قلت له لا ما ينفعش، والعظم بالذات ما ينفعش وبتاع، بس هو طلع صح. يعني الحاجات دي صح وممكن تعملها. خلاص ان شاء الله في اخر الحلقه دي هقول لك على بلاتفورم الكندي كده هتبقى موجود عليه ان شاء الله. عشان فعلا انا متخيل هتساعد ناس كتير ونحل شويه مشكله غيابك الطويله دي. طيب في الاخر كده انا يعني ما كنتش عايز نخلص، بس للاسف الوقت بيجري. بس في الاخر ايه الحاجات اللي انت تتمنى ان هي تحصل في الفتره القريبه في مجالك، في المجال هنا في مصر، في حاجه تختم بيها كده؟ لازم معلش نسمع. لا، انا نفسي في حاجه واحده بس، نفسي ان الناس المناسبه تتحط في الاماكن المناسبه. واحنا بنتكلم عن موضوع جندي، انت لما جبت ناس كواليفايد حطيتهم في مكان واحد اشتغلوا تحت ليدرشيب كويسه، جبت احسن نتيجه متاحه مش متوقعه. جبت احسن نتيجه متاحه. لعبه رقميه طبيعتنا كمصريين اجسامنا لا تسمح بهذا، بعاد عنها. حققت فيها ميداليه ذهبيه، رقم اولمبي جديد، رقم عالمي جديد. فبالتالي ده كله حصل عشان حاجه واحده بس، عشان انت جبت ناس مناسبه بامكانيات مناسبه، حطيتهم كلهم في سايكل واحده، وقدرت ما بينهم في السايكل دي كلها تحافظ على الفلو بتاع الشغل مظبوط. امتى تكلم ابو العلا، امتى تكلم مصطفى، امتى هتكلم مي، امتى هتكلم مدرب الجري، امتى هتكلم مدرب الرمايه. وقدرت عن طريق السايكل دي كلها انك انت تنجح. لو احنا في كل الفيلدز جبنا ناس مناسبه حطيناها في اماكن مناسبه، لان احنا كبلد الريسورسز بتاعتنا ضخمه جدا، حقيقي ضخمه جدا جدا. احنا طول الوقت بنسيء استخدامها. فاحنا لو قدرنا بس نوظف الناس الصح في المكان الصح، اعتقد ان بدون مجهود، بالعكس ده احنا هنوفر على نفسنا مجهود وهنحقق نتائج عظيمه جدا، عظيمه جدا جدا جدا. دي حاجه. تاني حاجه، الدنيا سهله. يعني الموضوع، الناس اللي بتفكر في شخصنة اي حاجه، الموضوع مش مستاهل، الحكايه تافهه جدا. يعني احنا كلنا عايشين على حاجات بسيطه جدا. انا لا عايز اطلع ولا عايز اظهر ولا عايز اقول انا عملت ولا سويت ولا اي حاجه خالص، بس مين هو يسيبني اشتغل في حالي؟ يعني انا في حالي، سيبني في حالي. ما تقعدش تحاول بقى تقول اصل عملت، اصل سويت، اصل ده قال، اصل ده عمل، لان انا ده يعني بيستهلك مني طاقه كتيره جدا جدا جدا، وانا في الاخر اصلا مش هرد على حد، لان انا مقتنع باللي انا بعمله وعارف ان انا بعمله كويس جدا، وما بحاولش تحت اي ظرف من الظروف اعدي حدود يمين او شمال. فهي الفكره كلها في كده. الموضوع بسيط يعني، هو تطبيقه صعب بس هو بسيط، سهل الممتنع. حط ناس مناسبه في الاماكن المناسبه، وحط ناس تكون عارفه قيمه اللي هي بتعمله كويس قوي وبتحترمه بس. ماشي، انا هختم بالكلام اللي انت قلته، واتمنى فعلا ان هو ده اللي يحصل، لان ده هيفرق معانا على كل الاصعده، سواء بقى كان طب رياضي، طب عموما، حاجات تانية في البلد، انجازات نفسنا نحققها. كل ده هيحصل لو الناس المناسبه اتحطوا، واللي هم موجودين، هو موجود ناس مناسبه كتير جدا اتحطوا بس في اماكنهم بالظبط.
بجد شكرا، انا كنت مبسوط بالكلام انا مع اكتر والله حضرتك احمد، بجد مبسوط والله. ومستريح جدا، ده شيء عظيم. بجد شكرا اصلا لوجود حضرتك معانا لا يا فندم طبعا. وانك تفتح لنا قلبك كده وتحكي. ان شاء الله اتمنى الفتره الجايه تقدر تتيح لمصر شويه وقت زياده ان شاء الله اكيد لازم يعني ان شاء الله بجد. بإذن لان الله تعالى. انا شخصيا بقول لك، انا في ناس كتير جدا بتكلمني بقول لهم بصوا معلش صعب مش هنعرف نحجز دلوقتي. لا يعني ان شاء الله والله يبقى يعني ان شاء الله يبقى موجود ان شاء الله اغلب هيبقى الوقت يعني في بإذن الله. مفاجاه ان شاء الله هيعلن عنها ان شاء الله بعد كده، صح؟ باذن الله تعالى ان شاء الله. فدي هتحل مشاكل كتير باذن بأمر الله. الله. بس وتنورنا دايما في بس حلقات أحمد جديده ان ربنا شاء الله يخليك إن شاء نتكلم الله. اكتر. بإذن الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا ليك، شكرا. شكرا للناس اللي سمعونا في الفتره اللي احنا بنحكي فيها دي كلها. اشوفكم في حلقه جديده وموضوع جديد. شكرا.